اظن بقى واضح دلوقتي ان صناعه الفيديوهات والتواجد على السوشيال ميديا بقى شيء اساسي، سواء لشخصك او ان انت تعمل بيرسونال براند او ان انت تسوق لمنتجك لشركتك لعملك لايا كان التجاره بتاعتك. لازم تكون متواجد وبتعمل فيديوهات على السوشيال ميديا. وعشان نعمل فيديوهات على السوشيال ميديا لازم نكون فاهمين ايه المونتاج، ازاي نعمل الفيديو بتاعنا بنفسنا وبشكل مجاني، شكل مجاني واحترافي. الحل الوحيد اللي فاضل لنا دلوقتي في البرامج الاحترافيه المجانيه هو برنامج دافينشي ريزولف. ومش معنى ان انا بقول لك مجاني ان هو يعني ايه اي كلام، لا، ده برنامج تقيل جدا واحترافي جدا وبيستخدم في الافلام والسينما بشكل كبير جدا واساسي في التلوين. الفكره ان هو مجاني ان هو بيبقى فيه فيرجنين او نوعين، نوع مجاني بيدي لك كل الامتيازات اللي انت محتاجها عشان تعمل فيديوهاتك بنفسك، الحاجات الايه العاديه منه، الحاجات اللي احنا بنحتاجها كلنا كده عشان نخلص فيديوهاتنا. ونوع تاني مدفوع، وده بقى للناس المحترفه اكتر، الناس اللي هي شغلها اصلا مونتاج وتلوين وشغل السينما والبرودكشن الكبير، فده النوع المدفوع وده احنا مش عايزينه دلوقتي. احنا هنخش في الجزء المجاني، وعايزك بقى ايه تصحصح معايا كويس جدا كده والمشروب اللذيذ بتاعك، عشان باذن الله لو تابعت معايا لاخر الفيديو ده هتكتشف بنفسك ان انت بقيت قادر تمنتج على برنامج دافينشي. والاهم انك تتخلص من كل اللخبطه والحاجز النفسي اللي ممكن يواجهك وانت بتفتح البرنامج لاول مره. فبسم الله الرحمن الرحيم كده، يلا بينا نبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا والله، أنا عمرو عطلة. وسريعا يا صديقي كده تعالى تطبيق عملي نخش على البرنامج على طول، نشوف إيه اللي إحنا هنعمله مع بعض في الفيديو دوت، ونشوف النتيجة اللي إحنا هنشتغلها خطوة بخطوة والمهارات اللي إحنا هنستفادها في الفيديو ده. وكده ما بقاش فاضل غير حل واحد، دافينشي ريزولف. وأنا مش هسيبك غير لما تتعلم المونتاج، وده عشانك أنت. طب ده هينفعني في إيه يعني؟ بجد أنا هعتبر نفسي ما سمعتش السؤال ده. أنت سمعت صح، دافينشي ريزولف من أهم وأقوى برامج المونتاج الاحترافية والاشهر على الاطلاق في التلوين. اللي يهمنا في الموضوع ان هو مجاني وربنا يستر عليه، بس انا مش هعلمه لك ببلاش، كل حاجه وليها تمن. بس انت حبيبي برضو هتعمل لايك للفيديو وتخش على البروفايل تعمل لي فولو، وبس كده هتلاقيني سايب لك لينك الكورس في البروفايل، وده هديه مني ليك، الحقه بقى. طيب زي ما احنا شفنا كده مع بعض، دي النتيجه اللي احنا هنشتغلها مع بعض، وهنقطع الفيديو ونلون ونحط بيه رولز وساوند افكتس، وكمان هنشتغل على حاجه هنا فيها جرين سكرين، وحاطين عندنا ترتيب الداتا بتاعتنا باينه ازاي مترتبه بشكل يعني ايه احترافي كده، هيسهل لك الامور حتى لما انت تيجي تطور نفسك وتتقدم في المستوى او تزود مهاراتك بالبرنامج، هتكون فاهم اساسيات المونتاج اللي هو الحاجات اللي احنا ايه بنشتغلها مع بعض كده في الاول. وكمان هنشتغل على الترانزيشنز والكتابه، يعني في شويه شغل حلوين هنشوف مع بعض القصه دي بتمشي ازاي. بس زي ما قلنا مع بعض كده ان البرنامج ده مجاني، فاهم حاجه بالنسبه لنا نشوف بينزل ازاي، عشان دي حاجه او خطوه اساسيه عشان تعرف تتابع معايا خطوه بخطوه. وكل الداتا اللي انا هكون شغال عليها في الفيديو دوت هكون سايبها لك في ديسكريبشن في وصف الفيديو تحت. مهم جدا مهم جدا انك تنزل الداتا ديت وتشتغل معايا اللي احنا نشتغله خطوه بخطوه. صدقني ده اللي هيخليك تحس بقيمه كل دقيقه هتتفرج عليها في الفيديو دوت، وتوصل للنهايه وتلاقي نفسك خلاص مش محتاج ان انت تفتكر حاجه تاني، لان انت بالفعل طبقت وشفت كل حاجه بنفسك. اول حاجه بنعملها ان احنا بنروح على جوجل ونكتب دافينشي ريزولف، وبنلاقي اول لينك عندنا بندوس عليه كده. ولحسن الحظ برضو ان دافينشي ريزولف 20 التحديث الاخير وقت تصوير الفيديو دوت بقى خلاص رسمي، ما بقاش بيتا اللي هو نسخه تجريبيه. فالنسخه ال20 ديت سهلت الامور بشكل كبير، في حاجات كتير اتطورت فيه. في عندنا نسخه المجانيه دي اللي احنا هننزلها، وفي نسخه الاستوديو ممكن تشتريها قيمتها حوالي $300، ودي بتدفع مره واحده بس مدى الحياه. اي تحديث بينزل جديد بيبقى معاك النسخه بتحدثها عادي جدا، لان انت دفعت مره واحده مش اشتراك شهري زي برامج ادوبي. بنيجي هنا كده عندنا وندوس داونلود على النسخه المجانيه، وحسب نظام التشغيل بتاعك انت شغال على ويندوز ولا ماك. العادي منه هما الاثنين دولت، يا اما انت ماك يا اما انت ويندوز. انا بالنسبه لي ده انا شغال عليه دلوقتي جهاز ويندوز، فهنزلها على الويندوز. بيبدا هنا كده يطلب منك شويه بيانات بسيطه جدا بتملاها عادي جدا، وبعد ما تملى البيانات اللي عندك دي كده بتنزل تحت على اليمين كده وتتك على ريجستر اند داونلود. بينزل معاك كده البرنامج، المساحه بتاعته حوالي 2 جيجا 600 ميجا. بتبدا ان انت تعمل سيت اب عادي جدا للبرنامج، تفك الضغط هنا، تسطيب عادي جدا كله نيكست نيكست، وبعد كده بتعمل انستول. بعد كده بتفتح البرنامج بتاعك عادي جدا، مش بيطلب منك اي حاجه، خلاص انت كده بقيت تمام. الميزه كمان في برنامج دافينشي ان هو سهل وسريع
سريع على اي جهاز، يعني مش هيحتاج منك متطلبات جهاز عاليه بنسبه كبيره، مش هيواجهك فيه مشاكل في التسطيب او التشغيل بتاعه. اللي احنا شايفينه دي كده الواجهه الاولانيه اول ما بيفتح معانا البرنامج. الفكره بس ان هنا ان انت يا اما بتعمل مشروع جديد، انت لسه هتبدا مشروع جديد، يا اما انت عندك مشاريع قبل كده انت اشتغلتها. فبالنسبه لي انا ممكن اعمل انتايتل بروجكت اللي هو مشروع جديد من هنا، او انزل تحت كده على اليمين نيو بروجكت يقول لك اسم المشروع بتاعك هنا ايه. فمثلا انا هسميه دافنشي. وحاجه مهمه جدا كده من البدايه بسم الله الرحمن الرحيم، ان كل حاجه تبقى منظمه ومسمي كل حاجه وعارف مكانها فين، عشان انت هتعرف قيمه الكلام ده قدام شويه لما المشروع بتاعك يكبر شويه كده وتلاقي نفسك بتجيب حاجه من هنا وحاجه من هنا وحاجه من هنا والدنيا وسعت منك ونسيت بقى كل حاجه دخلت في بعضها. بسمي هنا واجي هنا كده عندي تشينج لوكيشن. فهنا انا بختار اللوكيشن بتاعي في مكان الداتا اللي انا هكون مسيبها لها في الديسكريبشن. حط كل حاجه في المكان اللي انت شغال فيه، اي بروجكت هتشتغله جمع كل الاسيتس، الصور، البي رولز، الفيديوهات، كل حاجه في نفس الفولدر دوت، المكان دوت او الهارد ده، عشان ده يبقى عليه كل الداتا بتاعتك لو اخدته في اي مكان تاني تشتغل بيه. فانا هاجي كده عندي داتا واختار هنا كده واتك على سيلكت فولدر واتك على كرييت. اللحظه دي بقى اللي انت هتبقى فيها مخضوط من البرنامج وان انت مش عارف الدنيا سايحه على بعضيها، دي هي دي اهم لحظه بالنسبه لك. خلينا نقسم الواجهه بتاعت البرنامج لمجموعه اجزاء بارتيشنز كده، دي هتضمن لنا ان احنا نبقى عارفين بنتحرك ليه وفين وازاي. اول حاجه كده في برنامج دافنشي بيعتمد على ان عنده زي ورك سبيسز كده تحت. لو بصيت كده تحت هتلاقي عندك كده في اجزاء كل جزء مخصوص بحاجه معينه. سير العمل في برنامج دافنشي بيبدا من الشمال كده ويخش على واحده واحده على اليمين طول ما انت شغال. يعني مثلا بتخش عندك في الميديا بتبدا تختار الداتا بتاعتك، وبعد كده تخش على كات تقطعها، ايديت تبدا تظبط الفيديو بتاعك او التايم لاين بتاعك، الفيوجن دوت لو هتحط اي مؤثرات بصريه او اي حاجه. بعد كده تخش على كلر تلون الفوتج بتاعتك او الفيديو بتاعك. بعد كده تخش على فير لايت، ده لو انت هتعمل مكساج او تظبيط لشريط الصوت بتاعك. وفي الاخر بتروح على ديليفر اللي هو الاكسبورت او الريندر بتاعك. فانت فهمت كل جزء من دول بيعمل ايه. ده اللي هيضمن لك ان انت خلاص انا شغال مثلا عايز الون حاجه هروح على كلر، عايز ارجع تاني اعدل الاجزاء بتاعتي في حاجه هروح على ايديت. بنسبه 90% احنا هنبقى شغالين في ايديت، مش هنروح على ميديا او كات. الفكره برضو ان انت كل ما بتختار اي بارتيشن من هنا، انا دلوقتي على ميديا، الواجهه نفسها بتتغير في تنسيق مختلف بيحصل. هخش على ايديت، دي اللي احنا هنبقى شغالين عليها على طول، بلاقي المنظر بتاعي عامل كده. فيوجن في قصه تانية خالص هنا. فيوجن دوت من الحاجات اللي يعني زي افتر افكت كده، حاجه متقدمه في دافنشي. كلر ده بقى قصه تانية، ده عالم تاني خالص. هنخش عندنا في الايديت. خلينا برضو نقسم الواجهه اللي هي ايديت ديت لاجزاء اكتر عشان نبقى عارفين برضو كل حته بتعمل ايه. الجزء اللي تحت الكبير ده كده ده التايم لاين بتاعنا، ده اللي بنحط عليه الداتا بتاعتنا، فيديوهات بقى وصور ومزيكا وساوند افكتس وكل القصه دي كلها بتبقى هنا في التايم لاين. بنلاقي عندنا تقسيمه سهله جدا في دافنشي، يا اما انت جزء فوق على الشمال يا اما انت جزء فوق على اليمين. حلو، موضوع كده سهل قوي. فالجزء اللي فوق على الشمال ده عندنا برضو بانلز كده او مجموعه اقسام معينه. الميديا بول ده اللي بيتحط فيه كل الداتا بتاعتك، تبدا تحط الفيديوهات بتاعتك او الصور او الحاجه كلها هنا عشان تبدا تسحبها على التايم لاين بتاعك. افكس من اسمها ده المؤثرات بتاعتك، هنا بتلاقي الافكت بتاعتك سواء بقى ترانزيشنز او مؤثرات او اي حاجه. اندكس دي يعني معلومات مش عايزين منها حاجه. ساوند لايبراري، كي فريمز، والكي فريمز دي حاجه حديثه في النسخه الجديده في 20. فبالنسبه لنا الجزء اللي فوق على الشمال هنا ده اهم حاجتين في ميديا بول وافكس. طيب انا عايز اطفي اي واحده او اشغلها. لو خدت بالك كده انا بدوس على القسم كده نفسه او الكلمه نفسها كده، مثلا هحط ميديا بول وافكس، هشغل الاثنين مع بعض. فده الميديا بول اهو خدت بالك، وتحتيه بقى الافكس. عايز اطفي الافكس هدوس عليها كده اتطفت معايا، عايز اطفي الميديا بول هدوس عليها كده اتطفت معايا او اتشالت معايا، عشان انا مثلا عايز الشاشه تبقى واسعه بالنسبه لي وانا شغال دلوقتي. عايز جنبي كده وانا شغال الكي فريمز، الكي فريمز دي هدوس عليها كده فتحت لي هنا اللي هيظهر لي فيها التحكمات بقى بعد كده. طيب هرجع على الميديا بول واطفي الكي فريمز، وانا مثلا عايز اخلي الميديا بول مش واخده الجنب كله كده، لا انا عايز اخليها النص اللي على اللي فوق ده هنا كده. فبلاقي عندي العلامه اللي هي دي جنب ميديا بول على طول اللي هي اسمها ايه، شرينك. لو وقفت عليها كده تقول لك شرينك، اللي هو هيرفع لك الجزء ده كده ياخد الحته اللي فوق بس. ركز معايا كده كده، واخد الجنب كله كده، واخد الجزء اللي فوق بس عشان التايم لاين بتاعي يبقى مفروض بالمنظر ده. نفس الفكره برضو بلاقي عندي الجزء اللي على اليمين فوق ده كده، بلاقي عندي مجموعه حاجات برضو بتساعدني زي الانسبكتور ده اللي يبقى فيه خصائص كل حاجه، ونفس المنطق بالظبط نفس كل حاجه. انا خلاص يعني عرفت التقسيمه منين،
ان اي حاجه بختارها هنا بيجيب لي الخصائص بتاعتها من تحت هنا. فاللي يهمنا برضو في الجزء اللي على اليمين ده انسبكتور اللي بيبقى فيه كل خصائص الفيديو بتاعنا اللي هيتحط هنا، وده اللي انا ببقى شايفه اغلب الوقت بالنسبه لي على اليمين. عايزين نبدا نحط فيديو عندنا على التايم لاين عشان نشتغل عليه ونفهم اكتر القصه ماشيه ازاي. عايز ادخل الداتا بتاعتي في الميديا بول. ابسط واسهل طريقه ان انت تشد الداتا بتاعتك من بره كده من على الجهاز داخل تاني على الميديا بول، وبص معايا كده في علامه كوبي جنب الداتا بتاعتي. انا لسه ما سبتش الماوس وهسيبها في الميديا بول كده. فايه اللي حصل معايا هنا؟ رمالي كل الداتا بتاعتي زي ما انت شايف كده بالمنظر ده، كله سايح في بعضه، كله ملخبط على بعضه، وده هيسبب لي ازعاج لو مش دلوقتي كمان نص ساعه. هنلاقي الدنيا يعني مش مظبوطه، هتلاقي في حاجات بناخد فيها وقت كبير جدا. اهم حاجه عندنا هنا في الشورت كاتس كنترول زد، شيل يا عم ده دلوقتي وندخلهم بشكل مرتب. خلينا نشوف كان الصح المفروض ان انا ارمي الداتا بتاعتي ازاي. تعال كده اجيب الداتا بتاعتي كلها تاني. هم مش مرتبين لسه، انا هرتب فيهم حاجات، بس بالنسبه لي هنا في عندي الفولدر ده اللي هو فيه الساوند افكتس، هو بالنسبه لي يعني فولدر، فهو مترتب بالساوند افكتس جواه، فانا عايز اخش زي ما هو كده. فانا هشد معايا الداتا كلها تاني كده، وهاجي عندي بقى انا مش هرمي هنا في الميديا بول نفسها كده في الماستر، لا انا باجي على الشمال شويه عشان ارميها في جزء التنظيم بتاع الفولدرات. طب تعال نشوف كده الفرق لو سبتها هنا كده. بص اللي حصل معايا هنا ايه في الماستر بتاعي. لو وقفت على الماستر كده انا بقى عندي في فولدرات جوه الماستر، منهم الفولدر اللي انا اصلا كنت حاطه. هو في الماستر بتاعي كده الساوند افكتس هي اصلا جوه فولدر لوحدها، اللي هو لو دوست عليه كده تكتين فتح لي الساوند افكتس كلها كده بشكل منظم. وفي عندي فولدر تاني لباك تانية، بخش على الباك دي دوست تكتين بخش جوه الاقي ان عندي كل حاجه مترتبه، وبرده ممكن اوصل لها بشكل سريع من الجزء اللي على الشمال ده. طيب انا عايز ارجع تاني على الماستر بتاعي كده، والحاجات اللي هنا دي كده اللي هي متنطوره كل حاجه لوحدها دي انا عايز برده انظمها. فهعمل كده عندي نيو بن وهسميه ده الاي رول بتاعي، وكمان واحد نيو بن وده البي رول بتاعي. ممكن تشتغل بالتقسيمه دي او ممكن تشتغل باي تقسيمه، المهم تبقى عارف كل حاجه مكانها فين. تعال نعمل نيو بين كمان ونسميه اسيتس على طول، اللي هو احنا عندنا اي حاجه بنستعين بيها جرافيكس بقى او لوجوز او اي حاجه بنحطها في الفولدر ده على طول. فباخد معايا الفيديو ده اللي هو اسمه اي رول، فبشده وبدخله على البن اللي هو اي رول، اسيب كده دخل معايا. في عندي الفيديو ده اللي هو ده البي رول، بشده وبرميه عندي كده في البي رول دخل معايا. الاسيتس بقى اللي هو ايه؟ اي حاجه تانية بحطها جوه الاسيتس دي بتاعتي كده بالمنظر ده. وفاضل معايا تراك الصوت اللي هو الفويس اوفر. ممكن اجي هنا كده عندي نيو بن واسميه في او، ده الفويس اوفر بتاعي، وادخل فيه الفويس اوفر. فبقى عندي الموضوع منظم هنا كده في الميديا بول بتاعي. ممكن انظمها من هنا، ممكن انظمها من على الجهاز نفسي على طول، واشد الداتا كلها بتاعتي وارميها في الماستر هنا عشان تبقى كلها كده ايه مترتبه كفولدر اللي يريحك في الشغل اشتغل بيه. عايز ابدا بقى اشتغل على الفيديو بتاعي، فهجيب الاي رول بتاعي اللي هو الاساس اللي هبني عليه الفيديو، فشد الفيديو بتاع الاي رول بتاعي كده وبص معايا كده باجي على التايم لاين واسيب. بس في كام حاجه كده محتاجين نظبطها، منها ان انا مثلا الفيديو اللي انا رميته دوت هو فيديو بالطول، والتايم لاين بتاعي او المشروع بتاعي هنا معمول ان هو بالعرض. فازاي اظبط الابعاد بتاعه المشروع بتاعي من الاول عشان الفيديو بتاعي لما هاجي اعمله ريندر بعد كده وهو بالمنظر ده هيطلع لي فيديو بالعرض مش فيديو بالطول اللي هو كريل مثلا او شورت فيديو. فالفكره هنا ما دام انا رميت الفيديو الاساسي بتاعي ده اللي هو بياخد مني ابعاد المشروع بتاعي، عايز اشوف بقى المشروع بتاعي دوت تفاصيله ايه. فبلاقي عندي تحت كده على اليمين في ترس صغير كده، لو دوست على الترس ده كده اللي هو بروجكت سيتنج بيجي هنا يفتح لي الابعاد او تفاصيل المشروع بتاعي ده. اهم حاجه ان هو الريزوليوشن بتاعه ايه، الريزوليوشن اللي هو الابعاد بتاعه هل هو 1080 ولا 4K ولا 8K ولا 6K. فبالنسبه لي هنا الابعاد معموله على اساس ان هو يبقى بالعرض، لا انا لو دوست على يوز فيرتيكال ريزوليوشن قلب لي القيمتين، خلى القيمه دي هنا والقيمه دي هنا، خلاص تمام كده انا قلبت بس الطول مكان العرض. طيب لو انا الداتا اللي جايه لي مثلا 4K وانا هشتغل على فيديو 1080، فبخش عندي كده في ريزولوشنز واختار الحاجه اللي انا عايز اشتغل عليها. انا هشتغل مثلا على 1080 فهختار 1080، هشتغل على 1080 بالطول فبتاكد ان انا عامل اللي هو يوز فيرتيكال ريزولوشن، هشتغل على 1080 بالعرض هلغي الفيرتيكال ريزولوشن وبس كده. بنيجي هنا ندوس على سيف، تمام حلو جدا. فبص كده اللي حصل معايا ايه، هنلاقي ان الفيديو بتاعنا بالمنظر ده كده بقى بالطول. وهنا كده البلاي باك بتاعي لو انا عايز اعمل بلاي هدوس على البلاي دي كده، والشورت كات السريع جدا ان هو ان انت بتدوس على مسطره او سبيس بيشغل وبيوقف الفيديو بتاعنا. حاجه مهمه جدا برضو فكره الشورت كاتس، الاختصارات اللي انت شغال بيها بتسهل لك الموضوع بشكل كبير وتخليك يعني ايه متفاعل مع البرنامج ما بتتقفلش منه. فاهم الشورت كاتس في دافينشي ان انت تعمل نافيجيشن او تتحرك في الفيديو بتاعك او التايم لاين بتاعك. لو انا عايز اعمل زوم اوت على التايم لاين فبدوس على الالت وسكرول بالبكره بتاعت الماوس، الف بكره الماوس لورا فبعمل زوم اوت
التايم لاين زي ما انت شايف كده. التايم لاين تحسه ايه بيصغر كده، انا ببعد عنه بشوف التايم لاين كله بشوفه من بعيد. نفس الفكره الت وسكرول بالماوس لقدام بعمل زوم ان. لو انا عايز اقرب على لحظه معينه في الفيديو، عايز اقصها مثلا او عايز اظبط فيها حاجه، بقرب لها بالمنظر ده كده. طيب هعمل زوم ان وعايز اخش يمين شويه كده، عايز اجي يمين شويه كده، ممكن تشد البلاير هيد بتاعك كده وتفضل ماشي بيه، تمام، بس ده مش احسن حاجه. او ببكره الماوس نفسها، دوس على بكره الماوس والتكه وشد، دوس على البكره لجوه والتكه وشد، فانت كده بتتحرك على التايم لاين بتاعك. هرجع تاني على البلاير هيد بتاعي كده. او لو انت عايز تشتغل اولد سكول، ان انت بتلاقي عندك الزوم اوت والزوم ان كلهم هنا، ده الجزء الخاص بالزوم على التايم لاين. فلو انا عايز اعمل زوم ان بزود الجزء ده كده، القيمه دي كده، سكرولر ده كده شويه، او اعمل زوم اوت بدوس عليه كده شويه او كده شويه، يعني حسب ما انت عايز. زوم ان تروح للبلس، زوم اوت للماينس. بلاقي برضو ان انا لو عايز اعمل زوم اوت اشوف التايم لاين بتاعي كل مره واحده، بدوس على فول اكستنت زوم دي كده. دلوقتي عايزين نجيب الفويس اوفر بتاعنا، الصوت اللي انا مسجله بالمايك خارجي عشان اركبه على الصوره بتاعتي اللي انا مشغلها هنا دي كده، وابدا اقصقص الفيديو بتاعي. اقصقص الفيديو اللي هو ايه، اعمله الفيرست كات. هروح عندي في الميديا بول، انا مظبط الدنيا، خش على في او فويس اوفر، وزي ما اتفقنا ان انا بدخل اي ميديا عندي في التايم لاين، دراج اند دروب، شد وارمي، بشد كده وهاجي ارمي. لاحظ معايا ان انا ده صوت، فلو جيت شديته كده واجي رميته هنا كده بيرجع تاني، مش هيشتغل، مش هينزل. ليه؟ لان انا عندي الفيديو بتاعي مقسوم لحاجتين، او التايم لاين بتاعي مقسوم لنصين. النص اللي فوق ده دي تراكات الفيديو، حتى بص كده فيديو 1 وتحتيه اوديو 1. التراك اللي انا رميته اول واحد ده اللي هو الاساسي بتاعي مقسوم لنصين، صوره فوق والصوت تحت، فهو لوحده قام عمل لي الجزء ده، فصلهم لي عن بعض. فانا اي تراك صوت هرميه برميه في الاجزاء اللي تحت اللي هو في الاوديو بتاعي. اشد الفويس اوفر بتاعي كده، والمره دي هرميه تحت، بس مش هرميه هنا كده، مش هرميه على اوديو 1. ليه بقى؟ لان انا لو رميته كده مسحت اوديو 1، مسحت الصوت القديم، لا انا هعمل له تراك لوحده، تراك تاني. طب بعمل تراك تاني ازاي؟ مجرد ما هتشده كده وتيجي تحت كده، بص هو بيعمل اوديو 2، تراك جديد للصوت، واسيب. الفكره هنا ايه، دي حاجه برضو متقدمه ليك انت، ان انا ممكن اسجل الصوت على طول مع الكاميرا اللي انا بتكلم كده، المايك متسجل على الكاميرا، فالصوت بتاعي بيطلع اوتوماتيك على التراك اللي هو اوديو 1 تراك الكاميرا. لا انا عامل حاجه يعني متقدمه، ان الصوت بتاعي متسجل على مايك خارجي لوحده، وفي المونتاج بخش اعمل لهم تزامن. فعشان اعمل تزامن صح لازم البرنامج يكون عنده طبقتين من نفس الصوت اللي كان بيحدث في الحدث اللي شغال فيه الفيديو ده زي بعض، واحده نقيه من المايك وواحده تانية متسجله بمايك الكاميرا اللي هو اصلا مش نقي، فهمسحه بعدين، بس انا محتاجه عشان اخلي البرنامج يفهم ان الصوتين دولت كانوا بيتعرضوا في الوقت ده. فانا كان لازم ما امسحش الصوت بتاعي اللي هو بتاع الكاميرا، لان انا هحتاج دلوقتي هقول للبرنامج اقرا لي الويف فورم بتاع الصوت ده وطبقه مع الصوت اللي تحتيه، خليهم الاثنين يمشوا مع بعض. اول خطوه دلوقتي محتاج اعملها ان انا اختار الاثنين مع بعض، كليك يمين عليهم، وعندي اوبشن اللي بيعمل التزامن ده اسمه اوتو الاين كليبس. هنا بيقول لي انت هتعمل التزامن بناء على ايه؟ بنسبه كبيره احنا هنعملها ويف فورم. ونيجي هنا كده عشان ما تعبش نفسي برده، هنختار الاوبشن اللي هو اوتوماتيك. انت شوف لي انهي تراك اللي عايز تحلله وتعامل كل حاجه من نفسك، وبس كده. هقول له سينك، هيبدا يحمل شويه. فدلوقتي كده نعمل بلاي، وكده ما بقاش فاضل غير حل واحد. حلو الكلام لغايه كده، تعال نفهم بقى حاجه تانية اضافيه بقى في التايم لاين بتاعنا. دلوقتي لو خدت بالك انا عندي صوره تراك اللي هو V1 ده صوره، وتراكين صوت اوديو 1 واوديو 2. فاللي احنا عايزينه دلوقتي ان انا مش عايز الاوديو 1 ده يتعرض، مش عايز اسمعه. فعشان اكتم الصوت بتاعي بتاع التراك ده، بلاقي عندي كده في تحت اوديو 1 في عندي شويه حاجات، منها اول واحده اللي هو حرف الام ده بيعمل لي ميوت تراك. لو دوست عليها كده فالصوت ده مش هيظهر معايا. فبالنسبه لي الصوت اللي هيظهر معايا هو الصوت الوحيد اللي موجود دلوقتي مش معمول له ميوت وموجود معايا في التايم لاين اللي هو الفويس اوفر بتاعي. فلو جيت عملت بلاي كده ما بقاش فاضل غير حل واحد. طب تعالى نعمل العكس عشان اوريك بس الفرق. هاجي كده على اوديو 2 ده اللي انا هعمل له ميوت، واوديو 1 هشغله مش هعمل له ميوت، عادي جدا زي ما هو كان في الاول. وهعمل بلاي واسمع معايا كده، وكده ما بقاش فاضل غير حل واحد. الصوت ضعيف جدا لانه صوت الكاميرا، فالفكره ان انا هعمل ميوت للصوت ده، خلاص انا ما بقيتش عايزه، وهشغل الصوت بتاع الفويس اوفر. خلاص انا زمنتهم مع بعض. حرف الاس اللي جنب حرف الام ده بيعمل لي سولو، يعني لو انا عايز اسمع مثلا التراك ده لوحده، مع ان انا مثلا عندي 20 تراك صوت فوق بعض في التايم لاين، ومش لسه هعمل ميوت لكل واحد عشان اسمع بس التراك ده، عايز اظبط حاجه مثلا في الفويس اوفر، فهاجي على الاس ده مثلا في الفويس اوفر التراك اللي هو اوديو 2 هشغله، فبيسمعني الصوت بتاع التراك
التراك ده بس لوحده. عايز احرك اي حاجه عندي في التايم لاين، اللي هو مثلا الفيديوهات بتاعتي دي كده، هختارها كده واحركها. بص الغلطه اللي انا عملتها دي بقى، دي غلطه مهمه جدا يهمني ان انا اوريتها لك دلوقتي، ان انا حركت التراك ده لوحده مع ان انا عامل لهم تزامن والاثنين لازم يتحركوا مع بعض. فهدوس كنترول زد، ده اهم حاجه، وهختار كده دول مع بعض كده واحركهم. حاجه مهمه جدا هنا هو بدايه الفيديو بتاعي. بدايه الفيديو بتاعي هنا بتتقرا من اول نقطه عندي في الشمال خالص في التايم لاين. فلو بصيت كده انا حركت التراكات بتاعتي كده، جبتها يمين شويه عشان اوريك ان هنا كده الحته دي بالنسبه لي بقت فاضيه، بقت سودة زي ما انت شايف كده. لو عملت بلاي دوست مسطره فبلاقي كل دوت فراغ بالنسبه لي، كل دوت هيطلع لي اسود ومن غير صوت من غير اي حاجه، ما فيهوش حاجه. بالنسبه للبلاير هيد ده كده هو مش قاري اي داتا، فمهم جدا ان انا اخلي الداتا بتاعتي كلها كده في اول ثانيه من الفيديو بتاعي، عشان البلاير هيد اول ما يرجع في الاخر خالص كده شده وارميه كده على الاخر، هتلاقي خلاص ما بقاش في حاجه تاني. فدي كده بدايه الفيديو بتاعي. كل ده لو خدت بالك انا بشتغل باداه واحده بس، اللي هي الاداه بتاعتي اللي هي السلكشن مود، اللي هي بالنسبه لي هنا الشورت كات بتاعها زرار الاي بيبقى مكتوب جنبها كده الشورت كات بتاعها. فكل ده انا شغال بالاداه اللي هي السلكشن مود دي، اللي هي بتبدا تحرك لي اي حاجه في التايم لاين بتاعي. فنفهم من كده ان الشريط اللي هنا ده كده ده كله ادوات البرنامج بتاعتي. اهم حاجتين اللي بيخلصوا لنا الشغل كله على طول هو السلكشن مود الاداه بتاعتي العاديه، والبليد اديت اللي هي بتعمل لي ايه، قطع. الشورت كات بتاعها حرف ايه، البي. فده ياخدنا للجزء اللي بعد كده، تقطيع الفيديو بتاعي او الكليبس بتاعتي. هبدا اقطع الفيديو بتاعي هنا كده، هشوف الحته اللي انا هبدا منها الفيديو بتاعي، اكتر حته الجمله اتقالت فيها صح، وكده ما بقاش فاضل غير حل واحد، هي دي احسن واحده. فبالنسبه لي هنا انا عايز اخد الجزء ده اللي اتقال فيه الكلام ده. لو انا مش شايف الويف فورم، ودي حاجه مهمه جدا، انا مش شايف الويف فورم زي ما انا شايفها عندي هنا كده، ممكن تلاقيها عندك بالمنظر ده. بفتحهم ازاي؟ في عندي شورت كات سريع وسهل جدا، اللي هو تدوس على الشيفت وتيجي عند الجزء اللي على الشمال ده مكان التراكات بتاعتي، وادوس على الشيفت واسكرول بالماوس لفوق كده، بزود الارتفاع بتاع التراك بتاعي عشان اشوف اللي جواه بس. فهنا بيعرض لي الصوره اللي جوه الفيديو ده. كذلك برضو تراكات الصوت هعمل نفس الفكره، شيفت واحرك البكره بتاعت الماوس لقدام كده او لورا، بضيق قدام بوسع. لو انا مثلا عايز اوسع تراك بعينه اللي هو ده، باجي عندي هنا كده شايف تحت التراك الماوس بيتغير بالمنظر ده، هشده واكبره بالمنظر ده، فبقيت كده شايف الويف فورم. عشان الويف فورم ده بيديني مؤشر ان المكان ده اللي اتقالت فيه الجمله، لان الصوت اهو، فانا عايز اقص هنا كده واقص هنا كده. دي حاجه مساعده مهمه جدا في الايديت، ان انت تبقى عارف او شايف الويف فورم او الكلام بتاعك اتقال فين. برضو حاجه اضافيه ليك انت عشان تفهم الواجهه اكتر بتاعه برنامج دافينشي، بتلاقي عندك على الجزء اللي على الشمال ده كده من المكان ده اللي هو فيه التولز بتاعتك، فيه بار هنا. البار ده يعني خليه اعتبره ده بار الادوات بتاعتك، اللي هو بيقسم الجزء اللي فوق من الجزء اللي تحت. الجزء اللي على الشمال فيه بقى عندي الحته دي تايم لاين فيو اوبشنز، بيفتح لك بقى كل الاوبشنز اللي بتخليك تتحكم في منظر التايم لاين بتاعك، اللي هو مثلا انا عايز اكبر الفيديو بتاعي كده او اصغره كده، التراكات نفسها مره واحده، كذلك الاوديو كله مره واحده او اصغره كله كده مره واحده، اللي هو كنا بنعمله دلوقتي من الشورت كات اللي هو شيفت وسكرول بالماوس. ممكن اشوف الويف فورم بتاع الصوت بتاعي بالمنظر ده او بالمنظر ده او الغي المنظر ده، فاهم؟ ففي اكتر من اوبشن، بس احسن واحد فيهم اللي هو بيبقى ده، اللي بيبقى الويف فورم اللي فوق شبه اللي تحت، عشان تبقى شايف ليفت شانل والرايت شانل في نفس الوقت. نفس الفكره الثامبنيل بتاع الفيديو بتاعي، لو انا عايز اشوف شايف الفيديوهات الصغيره دي، الصور اللي جوه ده، فده بيبقى زي انديكيشن كده او بيقول لك ايه اللي جوه الفيديو ده. لو انا لغيت الثامبنيل اللي عملته نان كده، فانا ما بقيتش شايف ايه اللي جوه ده. ممكن مثلا يكون في لقطه معينه جوه الفيديو دوت عملت حركه معينه، فده بيساعدني شويه ان انا اوصل للمكان ده بسرعه، اللي انا شايف الاستراب بتاعي بالمنظر ده كده. عايز ادي لنفسي مساحه شويه، فهوسع من الجزء ده كده، هرفع التراكات كلها كده لفوق شويه. الحاجات البسيطه دي مهمه جدا ليك تعملها بايدك، هي دي اللي هتخليك ما تتقفلش من البرنامج، لان انت بتخش وانت مرتاح وشغال وانت عارف بتوصل اللي انت عايزه ازاي بسرعه. طيب عملنا زوم ان كده ووصلنا اللي احنا كنا عايزين نعمله من شويه، ان احنا نقطع الجمله دي. فعندي طريقتين في القطع، اللي انا عايز اقطع حته من الاول وحته من الاخر، او اقطع جزء من النص. عندي الحته الزياده دي، شايف الحته الزياده دي في التايم لاين، عايز اقطع الحته دي كده. فابسط واسهل حاجه وفي اي برنامج مونتاج انك بتيجي على اخر التراك بتاعك، لو انا هقطع من الاخر واجي اقف كده بالماوس، بص الماوس بيتغير معايا بالمنظر ده، هتكه واشد كده، انا بقطع الحته دي لغايه لما تقف عندي لاخر الفيديو بتاعي. طب برضو حاجه مهمه جدا، ايه اللي خلاها تيجي عند الاخر كده وتشبك؟ بص بتقف، فكره السناب
ودي اداه مهمه جدا برضو هتلاقيها في اي برنامج مونتاج، ان الحاجه تشبك مع التايم لاين، تشبك مع التزامن اللي انت واقف عنده مثلا، او البلاير هيد واقف عنده، او في تراك واقف عنده. تعال نفهمها بشكل يعني عملي. هنا بلاقي عندي في اداه في التولز اللي احنا اتفقنا عليها البار ده كده، اداه اسمها سنابنج. سنابنج دي اللي هو ايه، زي المغناطيس كده. فانا هلغي السنابنج دي، ما بقتش منوره كده زي اللي جنبها اللي هي اللينكينج دي، وعايز اقص الحته دي هنا كده، هتكه واشد. هل انا كده عرفت ان انا وصلت بالظبط عند اخر الفيديو التراك اللي فوقيه؟ ما بيشبكش معايا، هتلاقي الموضوع سايح كده. فهي اداه مساعده ومهم جدا تكون شغاله عندك، وانت بسم الله الرحمن الرحيم كده اول ما تفتح البرنامج تكون متاكد انها شغاله. فهاجي هنا كده هفعل السنابنج، هتنفعنا كمان شويه واحنا شغالين بقى في البي رولز، وكمان في الكتابه والحاجات دي كلها. انا عايز البي رول تبقى في حته معينه عندي في الجمله دي، فلازم اتاكد انها على الجمله بالظبط. فبفعل تاني السنابنج، وهاجي كده هقص من الاخر، وبص بيقوم قافش كده في اخر الفيديو وهو مسك. سبت كده انا قطعت الحته دي. بالمثل برضو بالتبعيه، لو انا عايز اعمل حاجه من الاول، لو انا عايز مثلا اقص ده من الاول كده، هاجي على الفيديو من الاول واشده كده كده انا قطعت الحته دي. طيب كنترول زد ورجعت الحاجه تاني زي ما كانت. عايز بقى اقص حاجه من النص، البليد بتاعنا اللي هو شبه الموس اللي عندنا ده هنا كده، الجمله بتاعتي اللي هنا دي كده، بدوس على البكره واظبط التايم لاين بتاعي واعمل زوم. بعمل زوم ليه؟ عشان ابقى شايف المكان بالظبط، عايز اعرف القطعه بتاعتي بالظبط فين. شايف الماركر بتاعي كده؟ الماركر هنا واقف على اول ما بدايه الويف فورم بدات تظهر، فده معناه ان انا كده على اول بدايه الكلام. فده يساعدني ان انا اقطع القطعه مظبوطه. لازم اكون عامل زوم ان. لو انا عامل الزوم اوت كده انا مش شايف هل انا كده بالظبط مكاني مظبوط ولا لا. لازم تكون عامل زوم ان ومظبط المكان بتاعك كده. فشورت كات سريع هنا ان انا اعمل قطع على طول، ان انا ادوس على كنترول بي. عمل لي ايه؟ لو حركت البلاير هيد كده شويه قطع لي مكان ما انا واقف على البلاير هيد كل حاجه مره واحده. وده ليه؟ لان انا هنا ما كنتش مختار اي تراك، انا بالفعل مش عامل سيلكشن كده او مختار اي حاجه. فبالنسبه له الامر جه ان نفذ لي اي حاجه قدام البلاير هيد ده اقطعها. لو انا جيت مثلا هنا كده بعد ما الجمله بتاعتي خلصت واتكيت كنترول بي، قطع كل حاجه في التايم لاين مكان ما البلاير هيد واقف. في حين ان انا لو عايز اقطع حاجه معينه او كليب معين لوحده بعيدا عن بقيه الحاجات اللي موجوده عندي في التايم لاين، ساعتها هعمل سيلكشن او اختار الكليب ده او الجزء ده. فهاجي هنا كده مثلا هختار الجزء بتاع الفيديو بتاعي ده كده، وهدوس كنترول بي. نفس الامر بالظبط. لو وسعت كده شويه هلاقي ان القطعه هنا تمت على الفيديو بس او الكليب اللي انا كنت مختاره بس، واي حاجه تانية في التايم لاين ما تاثرتش بالامر. فكنترول بي هو بيعمل لي القطع بتاعي او البليد بتاعي في التايم لاين ايا كان. عايز على كل حاجه ما اعملش سيلكشن او ما اختارش اي حاجه وادوس كنترول بي. عايز اقطع حاجه محدده بعينها فانا هاجي اختارها نفسها كده وادوس كنترول بي. واللي انا عملته بالشورت كات اللي هو كنترول بي ده موجود عندي هنا في الاداه اللي هي البليد. لو انا عايز اعمل نفس الكلام دوت بشكل يدوي من غير ما اعمل شورت كات، فهجيب البليد بتاعتي الاداه دي كده، وهاجي مثلا انا عايز اقطع الفيديو بتاعي هنا، هاجي هدوس فهقوم قاطع بالبليد، هاجي هقطع تحت فهقوم قاطع بالبليد. ولكن ده مش اسهل واسرع حاجه وبينجز معانا الشغل عن ما ان احنا نبقى شغالين بالشورت كات بتاعنا اللي هو كنترول بي. تعالى كده كنترول زد. كنترول زد عايز امسح كل اللي ورا ده كده، هختار تاني السلكشن مود بتاعي واختار كل التراكات بتاعتي دي كده وادوس على باك سبيس. بس في عندي فراغ كبير جدا هنا. هل انا كل مره كده هقوم شادد الفيديو بتاعي واجيبه كده على الحته دي كده؟ هل ده هينفعني؟ ينفعني لو انا ما اعرفش الحل اللي احنا هنقوله دلوقتي يعني ده يمشي. طيب انا ممكن اعمل حاجه اسمها ريبل ديليت، ودي برده موجوده في كل برامج المونتاج، اللي هو بيمسح ويضم الحاجه مره واحده. انا بالنسبه لي في شورت كات كده بحب اعمله ان هو اخلي الريبل ديليت على زرار الاكس. طيب تعالى كده نشوف برده، دي حاجه مهم ان احنا نكون عارفينها. اظبط الشورت كاتس بتاعتي ازاي؟ انا عايز مثلا اعمل شورت كات خاص بيا، بلاقي عندي كده فوق في اسم البرنامج دافينشي ريزولف دي، بدوس عليها كده وبلاقي عندي حاجه اسمها كيبورد كاستمايزيشن. هنا بيفتح لك كل الشورت كاتس الموجوده عندك في البرنامج. حاجه عايز تعرف لها الشورت كات بتاعها، حاجه عايز تغير لها الشورت كات بتاعها، بتخش تعمله هنا. انا عايز اوصل للامر بتاعي اللي هو بيعمل ريبل ديليت، هخش عندي كده هنا كده في السيرش واكتب ريبل ديليت، بنزل عندي هنا كده بلاقي الريبل ديليت انا عاملها على الاكس، اخليها متفعله كده في لون احمر عليها وادوس على الزرار او الامر اللي انا عايزه ياخد
الامر ده في البرنامج، اللي هو هنا دوست على الاكس فخلاص كده اتحفظ اكس. لو تاخد بالك اول ما بغير اي شورت كات بتاعي هو هنا لوحده بيعمل عنده هنا كده شورت كات باسمك او كاستمايزد باسمك، او ممكن يكون اكتر من شخص عامل الشورت كات او مجموعه الزراير بتاعته المخصصه ليها لو اكتر من شخص بيشتغل على نفس الجهاز. لو انا عايز ارجع على الديفولت بتاع البرنامج هختار دافينشي ريزولف، وهنا بيقول لي عايزني امسح اي تغييرات عملتها. لو انا عايز اروح على الشورت كاتس اللي هي شبه البريمير في حاجات كتيره بختار له الاوامر اللي هنا دي كده. طيب انا عايز ارجع على الشورت كاتس اللي انا شغال عليها فبقول له خليني على عمرو زي ما هي. عايز اروح مثلا على البريمير كده نقلني على الشورت كاتس بتاعت البريمير. امر الريبل ديليت في البريمير اللي هو شيفت باك سبيس او ديليت. لو انا جاي من البريمير هلاقي الموضوع سهل. عايز ارجع تاني على الحاجه ديفولت بتاعت برنامج دافينشي هرجع على دافينشي كده هلاقي ان برضو الريبل ديليت نفس البريمير، بس انا كعمر عاملها امر مختلف، خليتها على عمرو دي كده اكس حاجه لوحدها. انا بحب الزرار ده يبقى جنبي كده اعمل بينه ريبل ديليت، بدل ما ادوس على شيفت واروح على باك سبيس خليته زرار واحد وجنب ايدي. قيس على كده بقى اي شورت كات اي امر انت عايزه ترتاح فيه، عايز تخصص له حاجه سهله ليك على طول اعمله بالمنظر ده. فهعمل كده كنترول زد، والجزء ده بقى اللي احنا كنا عايزين نمسحه عملنا له باك سبيس على طول، لا هندوس له اكس. هو ده الكلام، خلاص مسح وضم مره واحده. كان ممكن برضه اعمله من غير ما اخصص الشورت كات الاكس باللي هو شيفت وباك سبيس. انا عملت باك سبيس بس المره اللي فاتت، لا هدوس شيفت زياده. طيب تعال نكمل. همسح الحته دي كده كنترول بي واشوف الجمله اللي بعد كده دافينشي ريزولف. حلو دي اللي اتقالت صح. هتحرك كده ادوس على البكره بتاعت الماوس كنترول بي. اللي احنا عايزين نعمله دلوقتي ايه؟ الجزء ده عايزين نمسحه، اختاره كده وانا كل دوت بسلكشن مود اختاره كده اكس، مسحت وضميت. دي بالنسبه لي اسهل حاجه. هبدا اكمل بقى على التايم لاين كله كنترول بي، وهنا مش هسيبك غير لما تتعلم المونتاج. حلو كنترول بي في اخر الكلام، في اول الكلام كنترول بي اختار كده كله وادوس على اكس ضم لي كله مع بعض. بص كده يعني الثلاث تقطيعات اللي انا عملتهم دولت كده مع بعض، والتايم لاين بتاعي هنا كده ما بقاش فاضل غير حل واحد دافينشي ريزولف، وهنا مش هسيبك غير لما تتعلم المونتاج. شفت الموضوع كله رص طوب، يعني المونتاج هو عباره عن رص طوب بس بعمله عشان اوصل لايه؟ برص الطوب دوت عشان ابني ايه في الاخر. اللي احنا هنعمله دلوقتي ان احنا نبدا نقطع التايم لاين بتاعنا ونوصل للنتيجه اللي احنا نوصل لها في الاخر. في حاجه هنا برضو مهمه جدا وانت بتقطع وركز معايا كده، اختلاف الماوس، شكل الماوس. لو انا مثلا عايز اقطع حته من هنا كده هاجي زي ما اتفقنا كده على اخر الجزء والتكه واشد، مفيش اي خلاف لغايه كده. اللي حصل ايه؟ ان هو قطع ساب الفراغ عشان انا قطعت من الجزء اللي هنا ده كده. طيب في عندي شكل ماوس تاني مختلف. لو انا جيت وقفت ما بين التراكين مع بعض، بص كده ده اللي احنا كنا بنعمله. لو دخلت شمال شويه بقى عندي قوسين، واحد شمال واحد يمين. ده معناه ان انا بقطع من هنا وازود هنا اللي هو بقطع من هنا واوصل من هنا. لو اتكيت وشديت كده هنا بزود من ده وبنقص من ده. فركز قوي وانت بتقطع. انا بقطع بانهي شكل؟ عايز اقطع الحته دي بس هقطعها كده، لا انا عايز اقطع وازق من الحته دي شويه. فالاسرع بدل ما تقطع كده وتقوم مختار ده وزقه كده، ان انت بتعمل اللي انا قلت لك عليه دلوقتي ده. بتيجي لما تلاقي الماوس اتغير بالمنظر ده، قوسين مش قوس واحد زي كده، قوسين، وتبدا تتكه وتشد. دي برضو خلي بالك منها وانت شغال عشان ما تتلخبطش فيها، لانها اكيد هتظهر لك وتلاقي نفسك بتقطع. طب ايه ده؟ ما انا بقطع عادي، هو ايه اللي زاد عندي؟ لا شكل الماوس بيختلف معاك بالنسبه لك. حاجه كمان انا عايز هنا في حاجه اتقطعت عندي بالغلط، عايز ازق كل الفيديوهات اللي عندي على اليمين دي كده، كل التراكات اللي عندي على اليمين دي كده شويه. فالعادي ان احنا بنعمله، كنا بنعمل ايه؟ نعمل كده زوم اوت، نختار كل الحاجات اللي عندنا من هنا كده. ممكن يكون عندي حاجات كتيره جدا وابدا اشدها ازقها كده شويه عشان اعمل ايه؟ اقوم مختار الحته دي كده وازود الحته اللي اتقطعت مني بالغلط بالمنظر ده كده. ده اللي انا هعمله في العادي. لكن في عندي امر سريع جدا بيخليني اختار اي حاجه بعد البلاير هيد واي حاجه قبل البلاير هيد، اللي هو ايه بالنسبه لنا هنا اللي هو البلاير هيد الاحمر ده. فلو دوست على الت واي بيختار لي كل حاجه، بيعمل لي سيلكشن كده زي ما انت شايف، كل حاجه بعد البلاير هيد قدام البلاير هيد ناحيه اليمين. طيب لو دوست على كنترول الت واي بيختار لي برضو لو خدت بالك كده كل حاجه ورا البلاير هيد ناحيه الشمال. اقف كده هنا كده على الحته دي كده، اول هنا الت واي بيختار لي كل حاجه قدام عشان اعمل ايه؟ اقوم زقهم كده شويه وازود بقى ايه الحته بتاعتي دي كده شويه، واجي هنا كده الفراغ ده كده هختاره ازاي؟ هدوس عليه كده، بص ركز معايا، هدوس عليه كده تكه واحده بس. شايف التظليله الصغيره دي كده؟ معناه ان انا اخترته واعمل له ايه؟ ريبل ديليت.
كده. وكده نبقى خلصنا الفيرست كات، شلنا الغلطات او اخدنا احسن اللقطات من الفيديو بتاعنا، وكمان شلنا اماكن السكوت. وبما ان احنا شغالين دلوقتي على النسخه 20 اخر نسخه من الدافينشي حاليا، ففي ابديت او تحديث جديد حصل في النسخه ديت، هي ان انا ممكن اشوف البريفيو بتاعي بالطول كبورتريت. فهنا كده لو بصيت على الجزء ده كده في البار اللي احنا قلنا فيه ده، البار بتاعنا فيه الادوات بقى، وفيه شويه حاجات اللي احنا بنشتغل بيها في الزوم والحاجات دي كلها والسنابنج واللينكينج. في اليمين خالص بنلاقي عندنا العلامه دي اللي هي اكسباند فيو. لو دوست عليها كده بص اللي حصل ايه، عرض لي البريفيو بتاعي كانه ريل بورتريه. برضو في حاجه عندي هنا في الجزء بتاع البريفيو نفسه البلاي، لو انا عايز ارجع تاني بص نفس العلامه بقت هنا. لو تاخد بالك احنا البار بتاعنا بدل ما هو كان مكمل للاخر، هو عمل له تشرينك كده اللي هو الضغط بقى اخره هنا. فالعلامه او الزرار بتاعي اللي بيعمل لي اكسباند او شرينك بيبقى موجود في اخر البار بتاعي من على اليمين. خلاص انا بقيت عارف هلاقيه فين. فلو دوست كده ارجع لي تاني الفيو بتاعي زي ما كان. لو دوست كده تاني رجعته على الفيو بتاعي. في حاجه كمان برضو عندي في البريفيو، ان انا ممكن اعمل زوم ان او زوم اوت في البريفيو. لو انا عايز مثلا اشوف حاجه بشكل ادق شويه، برضو بسكرول الماوس. لو عملت سكرول بالماوس ده كده بعمل زوم ان او زوم اوت سواء قدام او ورا. عايز اعمل زوم ان مثلا، عايز اشوف حاجه في الباك جراوند كده بالمنظر ده كده، عايز اتحرك في الزوم ان نفسه، اتك على البكره نفسها واشد، اتك واشد على البكره. فبان انا ادوس على البكره واشد بالمنظر ده كده بتحرك جوه البريفيو بتاعي. عايز ارجع على طول على المقاس اللي هو الشاشه كلها المقاس الطبيعي، بدوس زرار الزد. او ان انا زوم ان زوم اوت كده، بص عندي هنا كده في عندي نسبه الزوم بتبقى فوق هنا كده، لو ركزت معايا كده فيها زوم ان زوم اوت بتتغير. فلو دوست عليها كده خليتها فت اللي هو الشورت كات بتاعها زرار الزد، لو دوست عليه كده بيرجعني على فت. سواء كده او كده بقى، يعني لو خدت بالك نفس الكنترول بتاع اللي هنا دولت كده هم بلاقي عندي هنا كده العلامه دي بتديني حته كنترول اكتر في الفيو بتاعي. لو انا عايز اشوف المقاس بتاعي مثلا على مقاس اللي هو ال 9 ل 16 ده كده، اللي هو دلوقتي شغال عليه 9 ل 16، عايز اشوفه 4 ل 5 لو انا مثلا بعمل حاجه اللي هي المقاس الجديد بتاع الانستجرام، فابقى شايف المقاس بتاعي هيبقى في النطاق ده كده. فاخلي بالي وانا شغال مثلا في الجرافيكس بتاعتي او بعمل زوم على الشخص بتاعي ما يطلعش من الابعاد دي. عايز الغي الاثنين يعني خلاص ظبطت الدنيا هدوس عليها كده فهيلغي لي البريفيو. فده يعني تحكم ليك ان انت تبقى شايف بس الابعاد ماشيه صح ازاي عشان ما تطلعش من المارجن بتاعتك او السماحيه بتاعتك. جنبها شويه كده في حاجه اسمها البروكسيز، فاحنا مش هنتعرض للبروكسيز دلوقتي. البروكسيز دي حاجه بتساعدني في تخفيف الحمل على البرنامج، حاجه ادفانسد شويه مش عايزين نتعرض لها دلوقتي، مش محتاجينها دلوقتي. باذن الله لو انت عايز تعرف اكتر عن تفاصيل اكتر وحاجات متقدمه اكتر هتلاقيني سايب لك في الديسكريبشن باذن الله الكورس المتقدم ومفصل اكتر عن دافينشي تقدر تستفيد بيه لو انت عايز تزود معلوماتك. الجزء اللي جنبيه بقى ده اللي احنا بنقول فيه حته جديده اللي اتضافت حديثا في النسخه الجديده اللي هي البورتريت. لو انا عايز اشوف بورتريت المقاس الطولي، هي بالفعل اتعملت بورتريت عشان انا مظبط المشروع بتاعي من الاول. لو خدنا بالنا ان احنا عملناه بمقاس البورتريت سيتو فيرتيكال، فلو انا عايز ارجع تاني على ال 1080 هيرجعني على ال 1080، بس ده بريفيو بس. هرجعها تاني على البورتريت، هرجعها على البورتريت بالمنظر ده عشان ما لخبطش نفسي. انا بس بوريك المكان بتاعها فين، لكن انت خلاص انت ظبطت مره. برضو ممكن من التحديثات الجديده اللي انت بتتساءل عليها، هي دي حاجه لسه في النسخه الجديده اللي هي في الشاشه اللي جنبنا دي. الشاشه دي اللي هي بنقول عليها زي السورس مونيتور، هنشوفها دلوقتي واحنا بنستعين بيها في البي رولز، ان احنا نحط البي رولز بتاعتنا. برضو عشان تبقى عارف دي اسمها ايه، دي السورس مونيتور او ممكن نقول عليها السنجل فيو. لو انا عايز الغيها او اشغلها ببقى عندي هنا كده في الورك سبيس في حاجه اسمها سنجل فيور مود، او بتلاقي عندك هنا كده في البريفيو الايكون دي لو وقفت عليها شويه كده هتلاقي يقول لك ده السنجل فيور مود. لما بدوس عليها كده سواء من هنا او من الورك سبيس هنا كده بيشيلها لي او بيزودها لي. بحتاجها بشكل مهم جدا وفعال وانا بضيف البي رولز. هنشوف كمان شويه حاجه كمان ومهمه جدا، هي البلاي باك ريزوليوشن بتاعك. يعني مثلا انا البلاي باك بتاعي هنا بعرضه على الريزوليوشن او الكواليتي الفول بتاعه البرنامج بتاعي، اقصى جوده من الفيديوهات بتاعتي. تعالى كده نعمل اكسباند للتايم لاين عشان نشوف الفيديو بتاعنا كده. عملت بلاي كده ما بقاش فاضل غير حل واحد، دافينشي ريزولف. ما انا مش هسيبك غير لما تتعلم المونتاج. في بعض الاحيان ممكن جهازك ما يستحملش لو انت بتستخدم فيديوهات تقيله شويه 4K مثلا وفريم بير سكند عالي،
فبيحتاج ان انت تقلل جوده البلاي باك، بس اللي هو تبقى شايف الفيديو بتاعك بجوده قليله عشان ما تحملش على البرنامج والجرافيكس تبقى تقيله عليه. فبنخش عندنا هنا كده في بلاي باك من اسمها، احنا يعني نظبط حاجه في البلاي باك، بدوس على البلاي باك وبخش على اوبشن تايم لاين بلاي باك ريزوليوشن. هي بالنسبه لي هنا انا عاملها فل، يعني انت ممكن تخليها هاف او كوارتر لو البلاي باك تقيل على البرنامج، حسب برضو امكانيات الجهاز بتاعتك، بس تبقى عارف ان في حاجه اسمها بلاي باك ريزوليوشن، دي مهمه جدا. يبقى انت كده ايه سيستماتيك ماشي وفاهم انت بتعمل ايه بالظبط. دلوقتي بعد ما ظبطنا عندنا الفيرست كات زي ما احنا شايفين كده، عايزين نبدا بقى نضيف التحابيش بقى، الحاجات بقى اللي بتدي روح اكتر للفيديو بتاعنا. فاول الحاجات دي ان انا اتحكم في اي حاجه بحطها عندي في التايم لاين، مكانها، مقاسها، زاويتها، الحاجات دي كلها. اهم حاجه هنا ان انت تختار الجزء اللي انت هتتحكم فيه. اخترت كده الجزء ده، سواء بقى صوت او صوره او فيديو ايا كان، اخترت الجزء ده كده. الجزء اللي قلت لك مهم جدا هنشتغل بيه كل حاجه في الجزء اللي على اليمين هو الانسبكتور. فالانسبكتور ده كده لو مش موجود عندك، مش ظاهر كده، يعني احنا كده ظهرنا ده السورس مونيتور، لا انا عايز اظهر الانسبكتور، هعمله كده، هزوده كده. فهو شال لي السورس مونيتور دلوقتي عشان انا فتحت الانسبكتور. في الانسبكتور بلاقي عندي كل حاجه. انا دلوقتي هتحكم في الفيديو، تمام، هتحكم في الاوديو، تمام، هتحكم بقى في حاجات تانية اللي هي الافكس والترانزيشنز دي، لما نحط الحاجات دي بتتفعل معانا. بالنسبه لي لا، انا هتحكم في الفيديو بتاعي دلوقتي. بلاقي عندي ترانسفورم، لو انا عايز اتحكم في اي حاجه، مثلا الزوم دي، هزود الزوم دي كده، اتك واشد على القيمه دي كده، فبعمل زوم ان على الفيديو. طب هعمل اتك واشد ناحيه الشمال، بعمل زوم اوت على الفيديو. مثلا عملت زوم اوت كده وعايز اطلعه فوق شويه، هنزل تحت في البوزيشن، والقيمه بتاعت الواي دي هتك واشد لفوق كده، تتغير معايا، بيحرك لي التراك معايا. فلو خدت بالك اللي انا بحركه ده كده، اللي انا عملته ده اتعمل في الكليب ده بس، عشان انا مختار ده بس، حاجه بديهيه. لو طلعت قدام شويه اللي بعديها زي ما هي، ما تاثرتش بحاجه. اللي انا عملته ده كده اساس التحكم بقى. اي حاجه انا عايز اظبطها هروح على الانسبكتور وانا مختارها. الجمله دي هي اللي هتخليك تمنتج وانت مستريح. مثلا انا عايز ارجع كل حاجه لاصلها تاني، بلاقي عندي كده جنب كل قيمه في الريست بتاعها. طب انا هعمل ريست لكل ترانسفورم مره واحده، هدوس عليها كده رجع لي كل حاجه زي ما هي. برضو الكروبنج، لو انا عايز اقص اي حاجه من الفيديو بتاعي او من صوره او من اي اسيتس بحطها، بعمل كروبنج من هنا. مثلا انا هعمل كروب ليفت كده، وكروب رايت كده، ومن الفوق شويه ومن تحت شويه، بس كده عملت كروب للحته دي. تمام، عايز اعمل ريست، هعمل ريست من هنا كده. جميل جدا. في دايناميك زوم. دايناميك زوم دي اللي انا بعمل بوش كده لقدام او لورا، هو بيعمله لي اوتوماتيك. طيب تعالى كده نجربها، هفعلها، بتك على الزرار ده كده اتفعلت. طب تعالى، انا لسه ما عملتش حاجه، انا مجرد بس فعلتها، تعالى كده نشوف ايه اللي حصل. وكده ما بقاش فاضل غير حل واحد. خدت بالك هو بيعمل زوم اوت. انا عايز اتحكم اكتر بقى، بعمل ايه؟ بفتح عندي الاوبشن ده كده واشوف بقى عندي هنا انا عايزه يبقى زوم ان مش زوم اوت. فهاجي كده في سواب اللي هو انقل لي الحركه، خليها لي العكس، هدوس عليها كده وتعالى كده نشوف. وكده ما بقاش فاضل غير حل واحد. خدت بالك بس عملت زوم ان. بس حاجه دي حاجه ليك انت، عشان انت حبيبي وهتعمل لايك للفيديو دلوقتي، حاجه هتنفعك جدا. فكره ان انا بعمل زوم على شخص بيتكلم، لازم الاي ليفل بتاعه يبقى في نفس المستوى، عشان ده بيبقى يعني بصريا اريح للمشاهد. فما ينفعش ابقى شايف مثلا هو بيتكلم في مستوى العين ده، اللي بعديه الجمله اللي بعديها مستوى عينه ينزل فوق شويه او يطلع فوق شويه. فانا بعمل زوم ان وزوم اوت، والاقي العين رايحه جايه كده للعين بصريا للمشاهد، بتبقى حاجه مزعجه لو هي كده. فانا عايز اريح الحته ديت او اعملها اطبقها هنا كده. وانا عملت دايناميك زوم من ضمن البلاي باك عندي كده. لو بصيت تحت بلاقي عندي في الجزء ده بقى اللي بيبقى فيه تحكم في الحته دي. لو انا فتحت كده في عندي شويه تحكمات لحاجات تانية. فاول حاجه فيها اللي هي ترانسفورم اللي احنا لسه كنا بنعملها دلوقتي. لو دوست عليها كده، ده الترانسفورم بتاعي اللي هو ايه. لو انا مثلا عايز اصغر الفيديو بتاعي كده، كنترول زد، عايز اصغره كله مع بعضه كده، كنترول زد، عايز احركه كده، احركه كده، احركه كده. اللي انا كنت بعمله دلوقتي، لاحظ معايا كل اللي انا بعمله دلوقتي، بتحرك دلوقتي اهو، بيتغير معايا القيمه بتاعه الترانسفورم هنا. يعني انا اهو بغير اهو، مكانه اتغير، البوزيشن اتغير، الزوم بيتغير، عشان اللي انا بعمله دلوقتي بعمله ايه بشكل يدوي. فانا ممكن اشتغل ترانسفورم من هنا او من هنا. طيب هعمل كنترول زد كده، رجع كل حاجه لاصلها يا عم. اللي انا بقى عايز اوصل له هنا فكره الدايناميك زوم. لو دوست عليها كده، خش على دايناميك زوم. نفس الفكره هنا. الدايناميك زوم بيقول لك انت الفريم بتاعك من هنا اللي هو من الاخضر بيروح للاحمر. انا عايز الزوم الاحمر ده يطلع لفوق شويه عشان الاي ليفل بتاعي يبقى فوق شويه. فممكن اخلي نسبه الزوم كبيره. ازاي؟ هاجي على المستطيل الاحمر، هصغره كده اللي هو ايه، يوصل لي من الفريم الاخضر ده للفريم الاحمر.
يوصل لي لغايه هنا كده. فبص نسبه الزوم بتاعتي كده زادت ازاي، وكده ما بقاش فاضل غير حل واحد. خدت بالك نسبه الزوم زادت قوي ازاي؟ عشان انا صغرت الفريم الاحمر، وكده ما بقاش فاضل غير حل واحد. انا فهمت ان في عندي مستطيلين، واحد احمر واحد اخضر، بيروح من الاخضر للاحمر. لو عملت سواب كده في الديناميك زوم هنا كده، عملت سواب قلبهم لي، هيروح من الاخضر من نسبه الزوم القليله، وكده ما بقاش فاضل غير حل واحد. عمل زوم اوت. عايز ازوم على الجزء ده من الشاشه، فهصغر كده، عملت سواب وهصغر كده الجزء الاحمر بتاعي واعمله هنا كده. طول ما انا مفعل عندي الجزء بتاع الديناميك زوم من تحت ده كده لسه متفعل عندي، طول ما هي هتبقى قدامي على الشاشه. لو انا اخفتها كده حصل معايا بالمنظر ده كده. لو رجعت في الاول شال لي الكنترولز بتاعت الدايناميك زوم او اي حاجه انا ببقى مختارها، ممكن دايناميك زوم او ترانسفورم او كروب. لو عملت بلاي كده ما بقاش فاضل غير حل واحد. الدايناميك زوم راح ناحيه اليمين اللي انا محددها له، لا انا عايز اعدل اي حاجه، هرجع تاني على دايناميك زوم، فعلتها وظبط يا عم تاني. ممكن اعمل لها ايه؟ ريست. عملت ريست وهخليها سواب عشان يعمل زوم من الاخضر للاحمر، وهرفع بس الاحمر فوق شويه كده عشان الاي ليفل بتاعي يبقى هنا، واتاكد ان انا طافي الدايناميك زوم بالمنظر ده كده عشان يخفي لي الكنترولز بتاعه. وكده ما بقاش فاضل غير حل واحد، دافينشي ريزولف. في عندنا بقى شويه حاجات تانية هنشوفها كمان شويه واحنا شغالين، منها كومبوزيت والاستابلايزيشن، ان انا اثبت اي اهتزاز في الفيديو بتاعي، هشوفه كمان شويه وانا بعمل البي رولز. بس هنا انا بقول ايه؟ دافينشي ريزولف، دافينشي ريزولف. فانا عايز يظهر اللوجو بتاعي هنا بتاع دافينشي ريزولف. بالفعل اللوجو بتاعي انا حاطه فيه الاسيتس. هخش على الاسيتس، بص بمنتهى الترتيب، اخش على الاسيتس ده اللوجو بتاعي، هشده وهاجي هرميه فين بقى؟ في الجزء اللي فوق، واسيب اللوجو بتاعي لما رميته على التايم لاين بالمنظر ده كبير، اكبر من الفريم بتاعي، واخد الفريم بتاعي كله. فانا عايز اصغر المقاس بتاعه زي ما اتفقنا. اختار الحاجه اللي انا هتحكم فيها اللي هو هنا كده اللوجو، ومن الانسبكتور فوق على اليمين اتاكد ان انا على فيديو، والزوم هقلله كده. طيب مش عايز اعمله من هنا، هاجي تحت عندي في البلاي باك واختار ترانسفورم وابدا اصغره كده وانا دايس شيفت عشان يصغر الطول زي العرض. الشيفت بيحافظ على الانتظام في اي حاجه، لو ما كنتش دوست شيفت وعملت كده هيتعمل اكنه مضغوط. الشورت كات ان انت تدوس شيفت، او اريح لك يعني لو انت مش عايز تخش في القصه دي، في ترانسفورم زوم اي حاجه روح لها على الانسبكتور على طول، ما تفكرش فيها، روح على الانسبكتور غير الزوم بتاعك كده وانزل بيه تحت شويه هنا كده. انا عايز مده عرض كلمه دافينشي ريزولف دي اللوجو لغايه ما بقول دافينشي ريزولف في مكان الكليب ده كده. خلاص انت فهمت انا قصدي ايه. فانا عايز اقطع عند القطعه دي بالظبط. بعملها ازاي؟ هقف هنا كده، بص خدت بالك الحته بتاعت السنابنج بقى، لما انا بتحرك كده واوصل عند قريب من القطعه هو بيقوم قافش في القطعه عشان يسهل لي الدنيا. فانا وقفت عند القطعه ومختار التراك بتاع اللوجو كده، هدوس كنترول بي. ده كده اللي بعد كده كله انا مش عايزه، فاختاره هدوس على باك سبيس. تعالى كده نعمل بلاي باك من الاول خالص. وكده ما بقاش فاضل غير حل واحد، دافينشي ريزولف. دي عايز اعمل فيها حته كده ايه، ما انا مش هسيبك وبعد كده اعمل زوم غير لما تتعلم المونتاج اللي هو ايه، ركز معايا في الحته دي. فانا عايز اديلك الحته بتاعت ان انت ركز معايا، اخطفك في الزوم. فازاي اعمل ان انا الجمله ماشيه عادي وبعد كده اقوم عامل زوم يخطفك، او اعمل نسبه زوم واكمل على الزوم ده. تعال نشوفها بتعمل ازاي ونفهم القصه بتاعت الكي فريمز بقى، ان انا احفظ قيمه معينه واغيرها ازاي. هتساعدك جدا بقى في حاجات كتيره جدا. فاتاكد ان انا واقف على الكليب بتاعي وفي الزوم بتاعي هنا كده. لو انا عملت زوم هيعمل زوم وكل حاجه واتحكم في المكان وكل حاجه، بس ده هيبقى على طول الفيديو كله. لا انا عايز اعمل حته الانيميشن بقى، كنترول زد كنترول زد. الكي فريمز بقى او الانيميشن بتاعنا بيبقى مخصوص في الحته بتاعت شايف النقط دي الكي فريمز بتاعتك، دي اللي بتخلي لك البرنامج يحفظ القيمه ويغيرها بناء على تغير الكي فريمز. فمثلا انا هحط هنا كي فريم وهنا كي فريم للزوم والبوزيشن عشان انا هغير القيمتين دولت، وهمشي قدام وبعد كده هقوم مزود نسبه الزوم بالمنظر ده كده مثلا، وهنزل بالفيديو تحت شويه عشان الاي ليفل بالمنظر ده. طيب اللي حصل هنا ايه؟ ان هو لوحده اوتوماتيك عشان انا بدات حطيت كي فريمز في القيمتين دولت. بعد ما القيم ديت اتغيرت انا اديت له يعني اوردر جديد ان القيم ديت هغيرها في المكان ده، فهو حفظ القيم الجديده في كي فريمز جديده. كل دوت انا مش شايفه لسه، انا مش فين الكي فريمز اللي انت بتحكي عليها دي يا عم، انا عايز اشوف عشان افهم. فعشان نفهم بنروح عندنا في الجزء بقى اللي احنا بنقول عليه ضاف جديد في اخر اصدار في دافينشي اللي هو كي فريمز ده.
هفتحه كده وبص معايا، دي الكي فريمز بقى، التغيرات اللي حصلت عندك هنا. هوريك دلوقتي بلاي باك وانت تشوف، وانا مش هسيبك غير لما تتعلم المونتاج. اخدت بالك ايه اللي حصل؟ لو عملت زوم كده في الحته بتاعت الكي فريمز، الت وسكرول بالماوس لقدام، اي زوم في التايم لاين في حاجه بتعمل الت وتسكرول بالماوس لقدام. هعمل زوم هنا كده، التغير بتاعي بيحصل من القيمه دي للقيمه دي، واخد بالك كده؟ بروح من القيمه دي للقيمه دي، من الكي فريم ده للكي فريم ده، بيحصل معايا ايه؟ نسبه زوم، والبوزيشن بينزل تحت شويه. لو انا عايز اخلي الحركه دي تبقى ابطا، فانا هبعد المسافه ما بين التو كي فريمز دول شويه. فانا هختار كده الكي فريمز بتاعتي دي كلها كده، لان ده اللي حافظ لي الترانسفورم كله من البوزيشن اكس واي ومن الزوم. هجيبهم كلهم كده شويه، ودول هجيبهم كده شويه، فمده التغير هنا من الكي فريم للكي فريم ده اخدت وقت اطول، فهتبقى ابطا. تعال نشوف. ما انا مش هسيبك غير لما تتعلم المونتاج. لو انا عايز اخليها اسرع بالمثل ان انا هقلل وقت العرض بتاعها، فانا اشوف الجزء اللي انا عايز اعمل فيه البوش زوم ده هنا كده، هقوم ساحب كل الكي فريمز دي كده واحطها هنا، والكي فريمز دي كده اقوم حاططها كده. تعالى لسه نضيقها شويه كمان. مش هسيبك غير لما تتعلم. اهم حاجه تتاكد ان انت واقف على الكي فريم اللي انت هتغيره، لان انا لو واقف بعديه بشويه وجيت غيرت القيمه من هنا كده، فلاحظ معايا كده حط كي فريمز جديده، يعني انت بالنسبه له في مكان فاضي وغيرت القيمه، فانا هحفظ لك القيمه اللي انت لسه حاططها دلوقتي. تعال نمسح دول كده، نختارهم وندوس على ديليت، وتاكد ان انت واقف على الكي فريم اللي انت عايز تغير القيمه بتاعته بالمنظر ده كده. مش عارف توصل له على طول، ممكن تيجي عند الاسهم دي كده وتدوس على السهم يمين او شمال، اللي هو تروح للكي فريم اللي ورا او للكي فريم اللي قدام. فانا واقف على الكي فريمز دولت، عايز ارفع بس العين فوق شويه من البوزيشن واي اكسس، هرفعه فوق شويه كده. مش هسيبك غير لما تتعلم. فالانيميشن البسيط اللي احنا عملناه ده، ان انا بحفظ القيمه بتاعتي في الكي فريم. قيس على كده اي قيمه عندك، اي تغير عندك كده جنبين النقط دي، كي فريمز دي. طبعا الكي فريمز دي ليها كنترول تاني اكبر من كده، وان انت تعمل ايزي ان وايزي اوت، تخلي الحركه ناعمه ازاي وسلسه ازاي والكيرفز ازاي. بس كل اللي احنا محتاجين نعرفه دلوقتي ان انا بحط الكي فريم ازاي واتحكم في مكانه ازاي من الكي فريمز بتاعتي، من البانل اللي هي كي فريمز بتاعتي ديت. ولو عايز اغير الكي فريم بتاعي بتاكد ان انا واقف عليه، عايز امسحه ازاي والحاجات دي كلها. تعال نشوف اللي احنا محتاجين نعمله بعد كده ايه. بجد دي انا عايز افصلها عن اللي قبلها، فهعمل نسبه زوم هنا على الكليب ده، الحته ديت. وانا بقول بجد انا هعمل زوم عادي جدا من غير كي فريمز ولا حاجه، بس عايز اديله زوم اللي هو ايه يعني. بجد انا عملت برضو فصل ما بين الكليب اللي قبليه ده. طب ده هينفعني في ايه يعني؟ بجد انا هعتبر نفسي اديت للمشاهد ايحاء ان هنا في حاجه مختلفه عن اللي قبلها. برضو ده بيحافظ على انتباه المشاهد بنسبه كبيره. طيب حاجه تانية حلوه برضو ليك ومهمه، ان انا عايز اعمل نفس التعديلات اللي انا عملتها في جزء، اطبعها في جزء تاني في نفس التعديلات بنفس كل القيم بنفس كل حاجه، عشان يديني نفس التفاصيل بالظبط. ما الاقيش مثلا فيديو نسبه زوم بتاعته 50 واحد تاني 52 واحد 54. انا عايز اخد نفس القيمه اللي انا عملتها هنا في الزوم والبوزيشن انقلها على الكليب ده اللي انا بقول فيه فهنا المبدا المسمى اللي انا عايزك تعرفه اسمه الاتريبيوتس. الاتريبيوتس دي اللي هي ايه؟ كل الخصائص اللي موجوده في الفيديو ده او الكليب ده. فانا عايز اخد الاتريبيوتس من الفيديو ده انقلها في الفيديو ده. فهمت الكلام؟ لانك هتلاقيها في كل برامج المونتاج اللي هي اتريبيوتس، لازم تعرف المسمى بتاعها عشان توصل لها ازاي. فانا ممكن اخد كوبي من الفيديو ده اللي هو متزوم وعامل له التغيير بتاعه، كنترول سي، وهاجي على الفيديو التاني اللي انا عايز احط عليه بقى الحاجات دي تاني. فممكن تتك كليك يمين كده على الفيديو اللي انت هتطبع عليه، وتخش على حاجه اسمها بيست اتريبيوتس، زي ما قلت لك لازم تكون عارفها عشان توصل لها، او الشورت كات بتاعها الت في. يعني انا بستخدم الشورت كات الت في على طول. دوست عليه كده، فهنا بيقول لي ايه الحاجات اللي انت عايزني احطها لك. بالنسبه لي هنا اللي انا غيرته كان هو الترانسفورم بتاعي في الزوم والبوزيشن اكس وواي. لو انا عملت اي تغيير تاني مثلا زي كروب او اوباستي او اي حاجه، بختار كله اللي انا عايز اعمله كوبي يعمل له كوبي. بالنسبه لي هنا هم الثلاث قيم دولت، هدوس عليهم ابلاي، فبقى ده واخد نفس خصائص ده بالظبط. تعال كده نعمل بلاي باك ونشوف. يعني بجد انا هعتبر نفسي ما سمعتش السؤال ده. انت سمعت صح. هنا نبدا بقى نحط حته البي رولز بتاعتي ايه بقى. دافينشي ريزولف من اهم واقوى برامج المونتاج. اول ما بقول كلمه دافينشي ريزولف انا في عندي بي رول وانا بفتح البرنامج كده، فهخش على بي رول. وتعالى كده نقفل ايه الانسبكتور، هنقفل الانسبكتور بتاعنا كده من فوق، هندوس عليها بس عشان يفتح لي السورس مونيتور اللي انا كنت بقول لك بقى ايه هنستخدمها في البي رولز. لو انت مش متعود على المنظر ده او عايز تتعود على المنظر الطبيعي،
ممكن تعمل شرينك للتايم لاين زي ما شفنا من شويه، هعمله شرينك كده. فكده بقى عندي ده السورس مونيتور، لو دوست عليه تكتين فبقى عندي ده السورس مونيتور وده البلاي باك مونيتور. ركز معايا، هي ليها كذا عرضه، بس احنا عشان شغالين على شورت فيديو بالطول احسن لنا ان احنا نعمل ايه، نعمل شرينك كده ونقفل الانسبكتور، فبيفتح لنا ده السورس مونيتور عشان اقطع فيه وارمي فيه على طول، وده الفيديو بتاعنا. لو دوست تكتين على الفيديو بتاعك اللي هو البي رول موجود عندك في الميديا بول، تكتين كده فتح لي كده الفيديو بتاعي. وركز معايا البلاي اللي بيحصل ده، لو دوست مسطره بلاي، لو تاخد بالك الفيديو هو شغال بس التايم لاين واقف ثابت، لان انا دلوقتي مش بعرض التايم لاين، انا بعرض ايه، الفيديو ده. انا بس بعمل له بلاي حاجه جانبيه عشان اوصل له، اخد الحته اللي انا عايزها بالظبط. قبل كده لو كنا فكرنا بيها بطريقه تانية يعني لسه مش عارفين ممكن نقطعها ازاي، كان ممكن نجيب ايه، نجيب الفيديو كده ككل ونرميه عندنا في التايم لاين ونبدا ايه، نقطع بقى. تعال نقفل كده البلاي باك بتاعنا، هنفتح الانسبكتور ونبدا نقطع من هنا. مثلا هقطع الحته دي كنترول بي وامسح الحته دي باك سبيس، وعايز اخد ايه كام ثانيه كده، وهقطع هنا كنترول بي وامسح ده. عايز اسحب الفيديو بتاعي كده، لو تاخد بالك الفيديو بتاعي نزل ايه، صوت وصوره، عايز اسحبه واحطه في الحته اللي انا بقول فيها ايه، فينش ريزولف من ده فينش ريزولف دي. فلو سحبته كده وجيت ورميت هنا، في خطا فادح دلوقتي حصل. تعالى اسمع كده، انت سمعت صح، انا مسحت التراك اللي كان هنا لانه اتحط عليه. طالما حاجه اتحطت على حاجه فهي بتمسح القديمه. لا خلي بالك بقى من الحته دي، كنترول زد. انا لو عايز اشد حاجه هنزل التراك تحت شويه، اللي هو افتح تراك جديد بعيدا عن التراكات الموجوده. والتراك بتاعي كده لو تاخد بالك هو فوق، عايز انزل واطلع بسكرول بالماوس بس، هشده بقى ايه كده شويه واحطه هنا كده. تعالى كده نعمل زوم ان وشوف الحته اللي بقول فيها دافينشي ريزولف اللي هي ايه هنا كده، دافينشي ريزولف وهقفل عند الكلمه اللي بقول فيها دافينشي ريزولف بالمنظر ده. دافينشي ريزولف من اهم، تمام تمام جميل، وممكن تشتغل بيها بنسبه كبيره جدا، بس مش احسن حاجه، مش هتنجز بمعنى اصح يعني، لان في طريقه اسهل واسرع واكتر احترافيه من كده. تعالى كده اللي احنا عملناه كده هنقف عليه وندوس له باك سبيس امسحه. هنقفل الانسبكتور بتاعنا عشان نفتح السورس مونيتور بتاعتنا. تعالى بقى نشوف الطريقه الاحسن بقى في الشغل ده، ان انا اقطع فيديو واحطه على التايم لاين بشكل سريع. فعشان اقطع الحته دي بالظبط، اللي هو وانا شغال في السورس مونيتور، بوصل للجزء اللي انا عايز اخده من اوله هنا كده. انا عايز اخد من اول هنا كده وادوس حرف او زرار الاي. فلو تاخد بالك كده في حاجه هنا حصلت كنترول زد، فلما بدوس هنا زرار الاي بيبدا لي الانبوت بتاعي او بدايه الحته بتاعتي من هنا. وتعالى كده نعمل بلاي، تمام لغايه هنا كده بالظبط، الحته اللي هو الماوس داس فيها على اللوجو. فباجي عن تحت هنا برضو عشان اقفل الجزء دوت، انا اخترت اوله عايز اختار اخره، بدوس حرف الاو او زرار الاو اللي هو اوتبوت. فلو تاخد بالك كده عمل لي الجزء دوت كان هنا ضمهولي هنا، فبقى الحته اللي انا اخترتها في الفيديو هي الحته دي اللي عليها اللي هو المارك، يعني مارك ان ومارك اوت. دلوقتي مع ان الفيديو بتاعي ده طويل، الفيديو ده عامل بيه رولز كتيره، لو شديت الفيديو ده كده ورميته على التايم لاين، لاحظ معايا اللي حصل ايه، هو بقى حته صغيره اللي هو ايه اللي انا مختارها. بس برضو هنخش في نفس المعضله، ان انا دلوقتي نزل معايا الفيديو بالصوت بتاعه وانا مش عايز الصوت ده اصلا، هو الصوت دوت فيه حاجات انا مش عايز انزل بس الصوره بس. في عندي حلين هنا. التفكير المنطقي بيقول ان احنا نمسح الصوت نفسه، لو وقفنا على الصوت كده وعملنا باك سبيس بيمسح الاثنين مع بعض، لان الاثنين معمل لهم لينكينج مربوطين ببعض. فعشان اكسر الترابط ان هما الاثنين يبقوا مربوطين ببعض كده، الصوره والصوت، كليك يمين كده عليه وبلاقي عندي حاجه اوبشن اسمه لينك كليبس، اللي هو الشورت كات بتاعه كنترول الت ال او كوماند اوبشن ال. لو دوست على الاوبشن ده كده، فبالنسبه لي دلوقتي مش مختار اي حاجه في التايم لاين وجيت اخترت الصوت بس، بيختار الصوت بس، عملت باك سبيس مسح لي الصوت. الاحسن بقى ان انا هعمل كده كنترول زد، خلاص هما الاثنين مربوطين ببعض هما التاني. الاحسن بقى ان انا عشان اختار حاجه معينه ما بينهم، يا اما الصوره بس يا اما الصوت بس، باجي بدوس على زرار الالت وانا بختار. يعني انا كده بختار في العادي من غير ما ادوس على اي زرار، بيختار الاثنين مع بعض، معمول لهم لينك طبيعي. لو انا عايز بسرعه اختار حاجه واحده فيهم هم معمول لهم لينك برضو، بدوس الت واختار كده الحاجه اللي انا اخترتها. بالنسبه لي في التايم لاين كله اللي مختاره هو ده، لو عملت له باك سبيس لوحده بيمسح الحاجه دي بس لوحدها. طيب ده حل جميل جدا، بس الحل الاحسن بقى من كل دوت، وده اللي انا عايزك تشتغل بيه عشان هتلاقي نفسك يعني سريع جدا في المونتاج بيه. الحته اللي احنا اخترناها بقى احنا عملنا لها انه اوت. لو تاخد بالك كده انا كنت بسحب من الصوره نفسها اللي هو ايه السورس مونيتور نفسه كده ويشد، فبينزل لي صوت وصوره مع بعض. لا كنترول زد بلاقي عندي تحت كده في علامتين، يا اما اسحب الصوره بس يا اما اسحب الصوت بس، وده اللي انا عايزه. انا عايز اسحب الصوره بس، هاجي على العلامه بتاعت الصوره دي كده وهتك على البي رول دي كده، او اتك على الحته دي اللي انا عايز اسحبها وارميها.
بمنتهى السلاسه. انا دلوقتي عملت ايه؟ سحبت الصوره من الحته اللي انا اخترتها في البي رول بتاعتي. اظن دي احلى حاجه ممكن تعملها لنفسك يعني. تعالى كده نحط كمان واحده بي رول كمان، بس انا خليني ارجع لك تاني للبريفيو العادي. فانا هعمل شرينك كده، ده كده البرنامج اللي هشتغل معاه سواء بالطول او بالعرض من غير ما تلخبط نفسك، وخليك تشتغل معايا كده لغايه لما تتعود، وممكن ترجع تاني على البريفيو اللي بالطول ان انت تعمل اكسباند من هنا. طيب انا هاجي دلوقتي اختار على البي رول، ادوس عليها تكتين، فعندي الشاشه اللي على الشمال دي اللي احنا قلنا عليها ده السورس مونيتور نفسه. عايز اشوف حته كده للبرنامج من جوه، مثلا حته من وانا بغير القيم مثلا هنا كده. عايز اخد من اول هنا، هدوس على اي كده مارك ان، فعملت الحته من هنا مارك ان، وهعمل كده مسطره بلاي لغايه هنا كده، دوس او كده مارك اوت. ودلوقتي هسحب الفيديو بس من هنا كده شد وعلى التايم لاين بتاعي، وبعد الحته بتاعه البيرو لاين الاولانيه بص كده السنابنج فظيعه رهيبه. السنابنج تقوم حط لك التراك بعد التراك على طول، كليب بعد ده على طول. وتعالى كده نعمل بلاي باك. دافينشي ريزولف من اهم واقوى لغايه جمله من اهم واقوى. هقف لغايه هنا كده، هقطع الحته دي كده مش عايزها. برامج المونتاج تعالى نحط بي رول تاني، عايز احط كذا حاجه كده بحيث ان انا اعرض لك شكل البرنامج، او يبقى البي رولز بتاعتي فيها حاجات كتيره مره واحده. ممكن وانا بقطع هنا كده في التايم لاين بتاعي، فهاجي كده مارك ان هنا ومارك اوت هنا كده، وهسحب الفيديو بتاعي من هنا كده احطه بعد ده كده على طول. وتعالى نعمل بلاي باك. اقوى برامج المونتاج، نقف عند كلمه المونتاج عند اخر الويف فورم هنا كده، زود الحته دي. الاحترافيه اشوف لي برده بي رول تانية كده، حاجه زي مثلا بسحب الحاجه كده دي، ايوه، اخد مارك ان مارك اوت واسحب الصوره بس احطها عندي هنا كده واقطع عشان يبقى البي رول على اخر القطعه بتاعتي من هنا كده. مونتاج الاحترافيه اشهر على الاطلاق، والاشهر على الاطلاق هنا هقول كلمه عن التلوين، جمله التلوين. فاشوف حته في التلوين هنا كده مارك ان مارك اوت واسحب دي كده، والاشهر على الاطلاق لغايه هنا. تعال نعمل بلاي باك. هي والاشهر على الاطلاق، الاشهر بس. بعد كده على الاطلاق عايز احط بي رول تانية بحيث يبقى عندي برضو اكتر من تنوع. ممكن دي كده مارك ان مارك اوت واخد الحته دي. اشهر على الاطلاق في التلوين، فانا عايز اجيب حاجه بقى هنا مثلا مثلا النودز بتاعت دافينشي مشهوره جدا، فهدوس هنا مارك ان كده مارك اوت. حلو جدا. واخد دي كده هحطها هنا لغايه هنا. تعال كده نشوف البلاي باك. اطلاق في التلوين من هنا في الموضوع تمام ان هو مجاني في حته بيرولايه وانا بعرض ايوه حته الفري دي. فانا هاخد كده مارك ان، لسه مش مظبوطه، ايوه مارك ان اول هنا مارك اوت واحطها هنا كده لغايه هنا كده. تعال كده نشوف. يهمنا هنا في الموضوع ان هو مجاني. عايز برضو الحته بتاعت اللي يهمنا هنا في الموضوع دي هعمل فيها حته دايناميك زوم كده. اختار الكليب نفسه ده كده، ومن الانسبكتور من على اليمين باجي على دايناميك زوم هفعلها كده تمام. فهي اتفعلت معايا، فانا هعمل لها سواب عشان تبقى زوم ان مش زوم اوت. وزي ما اتفقنا ان انا عايز اعدل بس الاي ليفل، فهاجي كده في تحت البلاي باك دايما يبقى في العلامه دي هنا كده. اتاكد ان انا مختار الدايناميك زوم، فعلتها كده. والمستطيل الاحمر ادوس عليه كده ارفعه لفوق شويه، يعني مش كتير كده كده تمام مظبوط. وهلغي الدايناميك زوم من هنا عشان ما يلخبطنيش في حاجه. وتعالى كده نشوف بلاي باك كله. تلوين اللي يهمنا هنا في الموضوع ان هو مجاني تمام، بس انا مش هعلمه لك ببلاش. هنا كده كان في زوم ان وبعد كده ببلاش بيفتح زوم اوت زي البوش اللي احنا عملناها في الاول بالكي فريمز، بس العكس بقى. هي كان زوم ان بعد كده نرجع على زوم اوت. فممكن نعملها يعني مانيولي واحده واحده تاني، بس في حاجه تانية اذكى واسرع ان انا اخد اللي فاتت واعكسها. فاهم. طيب تعال نعملها عشان برضو تبقى انت استفدت بالحته ديت. ما انا مش هسيبك غير هي دي. هناخد الحته دي الاتريبيوتس، مركز معايا انت. الاتريبيوتس بتاعه الكليب ده اللي احنا عملنا فيه البوش زوم دي، هناخد الاتريبيوتس. فانا هدوس كنترول سي اللي هو انا هاخد كوبي الفيديو كله، بس هعمل بيست الاتريبيوتس فين في الحته دي. بس انا مش تمام هنا. فانا هعمل بيست اتريبيوتس اللي هو الت في او بيست اتريبيوتس. بالنسبه لي هنا كده هو بيقول لي الحاجات اللي انت محتاج تعمل لها بيست تمام. هي دي تمام. عايز اشوف الكي فريمز بتاعتي عشان اعكس الحركه. هخلي الكي فريم ده مكان الكي فريم ده، فهرجع تاني هختار الكي فريم بتاعي الميديا بول دي هنا كده كي فريم. بص الكي فريمز بتاعتي هنا اهي ببلاش، هي اللي عايز افتح فيها الكادر. هم هنا كده العكس، هو بيعمل زوم ان، لا انا عايزه العكس. فانا هاخد مجموعه الكي فريمز دي كده اعمل لها كات كنترول اكس او كوماند اكس وانقلها قدام هنا كده
كنترول في، نقلتها بس جبتها قدام عشان يبقى الكي فريمز دي مكان الكي فريمز دي، ودي حاجه هتنفعك جدا، هتسرع لك الشغل جدا، فركز معايا مش هعلمه لك ببلاش، كل حاجه وليها تمن ديت. انا عايز اعمل الحته بتاعت الزوم ان اللي احنا عملناها قبل كده لو تاخد بالك، فهعمل لها بيست اتريبيوتس من حاجه انا عملتها قبل كده اللي هم ايه ده. فانا هاخد الزوم اللي انا عملته بجد، فهاخد ده كده كنترول سي، وهنا كده الت في بيست اتريبيوتس واتك ابلاي، حاجه وليها تمن. بس انت واخد بالك خلاص، انا خلاص بقفل الفيديو برضه حبيبي. هتعمل لايك الفيديو برضه، عايز اديها حته الزوم دي عشان اعمل اختلاف كل شويه من كادر لكادر، ما يخليش المشاهد يزهق مني. الت في اتك ابلاي، وبس كده برضه نفس الفكره، ابلاي بيست اتريبيوتس، وده هديه مني ليك برضو، هو حاجه سيستماتيك فاهم. بص الدنيا في اللذيذ. طيب وده هديه مني ليك، الحقه في هنا بقيه البي رولز بقى اللي هو اللايك والفولو. فتعالى كده نقفل الكي فريمز بتاعتنا ونرجع تاني على الميديا بول، نجيب الاسيتس بتاعتنا. اللايك اهوت الهارت هنحطه هنا كده تمام كبير. هنيجي عندي في الانسبكتور هنصغر الزوم كده وننزل بيه الواي اكسس بتاعتنا كده تمام جدا، وهنصغره على قد جمله اللايك ونشوف كده. حبيبي هتعمل لايك للفيديو. اعتقد انت دلوقتي جمعت وفهمت فكره ان الحاجه اللي فوق او اللاير اللي فوق زي هنا كده اللوجو في تراك فوق الفيديو بتاعنا، فهو ظاهر فوق الفيديو بتاعنا. كذلك البي رولز اول ما بخش كده على البي رول بتاعنا بيبقى مغطي على الصوره بتاعتي. فده مبدأ مهم جدا في الايديتنج او المونتاج، ان انت بيبقى عندك اللايرات بتاعتك او الطبقات بتاعتك، الحاجه اللي فوق اللي هي قدام البلاير هيد بتاعتك اللي هو بيبص عليها كده من فوق، هي دي اللي بتتعرض او بتشتغل. لو حاجه غطت على حاجه بتبقى فوقيها فبتغطي عليها، فبتبان هي الاول والثانيه والثالثه وهكذا. هيبان معانا اكتر الموضوع دوت واحنا شغالين، او لما نيجي نكتب دلوقتي على الفيديو بتاعنا ونعمل الكابشنز والحاجات دي كلها. فهنيجي دلوقتي عايزين نضيف كتابه، الجمله اللي احنا بنقولها ديت لغايه دافينشي ريزولف، مش هنكتب الفيديو كله، انا عايزك انت تكتب الفيديو ده كله لما تيجي تشتغل عليه، بس انا هوريك ازاي نبدا نكتب، وهو نفس الطريقه يعني. فعايزين نجيب التكست بتاعنا، بنجيبه منين؟ في دافينشي ما عندناش هنا اداه تكست او تايبنج تول او اي حاجه، فبنجيبها من الافكتس. اللاير بتاع التكست بتاعنا بنجيبه من افكس، نخش على افكس كده، تعالى كده نطفي الميديا بول كمان عشان يبقى عندنا افكس بس كده كلها هنا. لو ركزت تحت شويه كده هنلاقي عندنا حاجه اسمها تايتلز، هنختار تايتلز كده ونجيب التكست بتاعنا اللي هنا ده الديفولت منه، بنشده كده ونيجي على التايم لاين. وركز معايا كده، انا لو رميته هنا كده بص انا بمسح او هشيل اللوجو، لو سبته هنا كده هو بالفعل في عندي هنا ايه دافينشي كان لوجو دافينشي هنا، بس انا عشان حطيت عليه لاير فوق اللاير على طول فمسحه. لا انا بعمله في التراك لوحده، بعمله في فيديو فوق لوحده المنفصل ده يبقى بتاع التكست بتاعي. طيب كنترول زد، ودي حاجه مهمه جدا خلي بالك منها عشان ما تلاقيش نفسك يعني بالغلط مسحت حاجات وبعد فتره كده وانت شغال لقيتها اتمسحت ومش عارف ترجع لها تاني. فركز، هنيجي نشد التكست بتاعنا ونيجي نرميه في التراك فوق الحاجه بتاعتنا او اللوجو بتاعنا بالبي رولز، نطلع فوق كده بالماوس. يعني هتلاقي الدنيا مثلا مش اظبط حاجه، هو ليه حته كده معينه لازم تحطه فيها مش هيتظبط معاك. طب تعالى نحط تراك يعني بنفسنا نزود له تراك، فهنيجي كده نصغر التراكات بتاعتنا كده عشان نشوف اكتر ونشده تاني ونطلعه فوق هنا كده، فهو كده بقى تراك لوحده. لو تاخد بالك الحته دي فاضيه، التراك ده فاضي، فهشده واحطه في التراك ده كده لفوق. لو عايز احطه في تراك رابع او خامس او زي هطلع فوق كده شويه فهزود، هطلع فوق فهزود، فعمال ازود في تراكات صوره بتاعتي. ممكن احط بقى التكست بتاعي، ممكن احط اوفرليز، احط اي حاجه جرافيكس براحتي. فطول ما انا يعني معايا المرونه والقابليه ديت براحتك اعمل اللي انت عايزه. عايز اكبر البريفيو بتاعي شيفت وسكرول بالماوس كده عشان اشوف، ممكن انا مش عايز ده دلوقتي فهصغره، وده كمان مش عايزه دلوقتي فهصغره، عايز بس اشوف البي رولز بتاعتي. فانا هحطه كده على اول الفيديو بتاعي وهقطع الحبه الاخرانيين دولت. احنا هنكتب بس الجملتين اللي هنا دولت كمثال وهم نفس الفكره. اول ما برمي التكست بتاعي هو هنا بيظهر في البريفيو بتاعي اللي هو بلاي باك بتاعي تمام، ده البيزك تكست. طيب تعال نقطعه الاول عشان نغير التكست بناء عليه، وكده ما بقاش فاضل. وهقف هبقى واقف على لاير التكست كنترول بي، قطعت غير حل واحد، وهاجي عند القطعه اللي هنا دي كده هقف، وبعد كده اختار التكست بتاعي ادوس كنترول بي، قطعت دافينشي ريزولف. هم عندي 3 قطعات زي ما انت شايف. فهاجي هنا كده انا عايز اغير التكست الاولاني ده، فاتاكد ان انا واقف عليه مختاره كده. بلاقي عندي زي ما اتفقنا اي تعديل بروح على الانسبكتور، اروح على الانسبكتور بتاعي فوق على اليمين، بلاقي عندي كده الفيديو ده التكست بتاعي والخط والدنيا والقصه وكل الحبشتكنات بقى، ده الستايل بتاعه والحاجات دي كلها جايين له كمان شويه. بس اول حاجه وانا واقف على
اللاير بتاعي، هاجي كده اكتب الجمله اللي انا عايز اكتبها، وكده ما بقاش فاضل بعد كده غير حل واحد. اختار اللي بعديه، التكست اللي بعديه، واكتب غير حل واحد. تمام. بعد كده دافينشي ريزولف هنا، فهختار اللي بعديه واغير هنا، هكتب بالانجليزي دافينشي ريزولف. حلو جدا. طيب انا عايز بقى من ضمن الحاجات الجميله برضو في دافينشي ان انا ممكن اغير التكست كل مره واحده، فانا هختارهم كده. انا بالنسبه لي هنا 3. انت ممكن تعمل كل الكابشن او كل التايم لاين بتاعك مره واحده. وعلى فكره الكابشن انا ممكن اكتب اوتو كابشن بس في النسخه الاستوديو دي، من الفروقات ما بين النسخه الاستوديو والنسخه المجانيه، ان ممكن تعمل اوتو كابشن. واخر نسخه كمان، اخر تحديث بقى بيدعم اللغه العربيه، ولكن ممكن نكتب زي ما احنا شفنا كده بشكل يدوي عادي جدا. هختار كل التكست بقى. من ضمن الحاجات ان انا ممكن اختار كل التكست واغيره كل مره واحده. اخترته كده كل اللي انا مكتوب عندي في التايم لاين، وهاجي هغير الفونت بتاعي من هنا. فانا بكتب بفونت معين كده بحب اكتب بيه. تمام. والسايز بتاعي ممكن اصغر السايز بتاعي كده. ممتاز. بعد كده بقى انا عايز اغير مكانه كده، بخش عندي، احنا كل دوت بنغير في التايتل دي الحاجات الاوبشنز المخصصه في تعديل التكست بالستايل بتاعه. لكن كترانسفورم بخش على السيتنجز دي كده وابدا اغير المكان ده كده. وطول ما انا مختار التراكات بتاعتي كده هو بيتعامل معاهم كلهم، فالتعديل ده تم على كله. لو تاخد بالك كده تم على كله، وكده ما بقاش فاضل غير حل واحد، دافينشي ريزولف. ممكن اضيف للتكست بتاعي اي ستايل عادي جدا وانا مختارهم كلهم برضو. انا هخش دلوقتي تعديل على الستايل او التكست، فبخش على تايتل دي كده وبنزل تحت بلاقي عندي دروب شادو. ممكن اضيف دروب شادو للتكست بتاعي. تعالى كده هعمل زوم، بقرا سكرول بالبقره بتاعت الماوس كده قدام شويه، ودروب شادو ممكن ازود الدروب شادو بتاعي وهعمل له بس اوفست بالمنظر ده. لو انت عايز تشوفه تعالى نشوفه مع بعض. انا هغير اللون بتاعه بس كده للون فاقع عشان نشوفه مع بعض. فبالمنظر ده كده بقى لون اصفر. فانا ممكن اغير الدروب شادو كده، اغير الاوفست بتاعه من الاكس اكسس والواي اكسس بالمنظر ده، واعمل دروب شادو. بس بالنسبه لي هنا انا بخليه باللون الاسود. وعندي ستروك ممكن اضيف ستروك بخليه على 1 مثلا اللي هو الحواف الخارجيه. وحاجه مهمه جدا الستروك بتاعك هنا مش للكلمه كلها مع بعض، هو هنا بيبقى على حروف وحروف، فالمنظر ده مش لطيف. تاكد ان انت مفعل اوتسايد اونلي عشان يعمل لك بره الكلام نفسه مش كل حرف لوحده بالمنظر ده. كذلك برضو ممكن تعمل باك جراوند للكلام بتاعك، ودي حاجه برضو من الحاجات اللي هي ايه ترند شويه وممكن تستخدمها في افكار كتيره. فمثلا ده الباك جراوند للكلام بتاعنا، ممكن تغير بقى كل حاجه هنا من التعديل على الباك جراوند. لكن انا مش عايز حاجه من هنا، انا بس اللي عملته دروب شادو وستروك. وكذلك الكالر ده لون الكتابه نفسها ممكن اغير لون الكتابه. وبكده انا كتبت الكلام بتاعي على الفيديو. في كلمه دافينشي ريزولف دي انا عايز اديها ستايل منفصل لوحدها، فهقف عليها لوحدها. تمام، عشان ما يتطبقش معايا التعديل على كله. وهاجي هنا كده في الستايل بتاعها، هنزل تحت انا عايز اعمل لها باك جراوند كحلي غامقه مثلا باللون ده كده. تمام، ويبقى الاوباستي بتاعتها درجه وضوح الباك جراوند 100%. هكبر التكست نفسه فهكبر السايز كده. تمام، وهظبط في الباك جراوند، هظبط الويدث بالمنظر ده، والراوند كورنر هظبطها خليها كده. اللوجو بتاعي محتاج ارفع اللوجو فوق شويه، فهقف على اللوجو، وفي الترانسفورم بتاعي هطلع من الانسبكتور هطلعه فوق شويه كده. كده انا عرفت ازاي اظبط التكست بتاعي، اضيف تكست وكمان اغيره واضيف له ستايل واظبطه. كمل انت بقى الفيديو ككل عشان تخلص الكابشن على الفيديو كله. هو الفيديو كله حوالي 33 ثانيه، فحاجه في السريع جدا ممكن تخلصه زي ما احنا شفنا كده. قطع الاول واكتب وظبط التكست او الستايل كله مره واحده. الحاجه اللي بعد كده بقى ان انا عايز اضيف ترانزيشنز، انتقالات، او اضيف افكتات. نخش الاول على الانتقالات، الترانزيشنز. برضو من القائمه او البانل بتاعه افكتس اللي عندي هنا كده بلاقي عندي في حاجه اسمها فيديو ترانزيشنز. لو وقفت عليها كده بلاقي عندي انتقالات لكل الفيديوهات بتاعتي. ولو بصيت عليها كده لما انا بحرك الماوس من الشمال لليمين بيعمل لي بريفيو سريع للترانزيشن ده، اللي هو هيبقى شكله عامل ازاي. يعني انا ما طبقتوش، انا بس بعمل بريفيو، يعني بيوريك شكله هيبقى عامل ازاي لو انت حطيته على الفيديو بتاعك دلوقتي. ففي ترانزيشن انا بحب اضيفه اللي هو حاجه اسمها بوب. بجيب الترانزيشن ده اللي هو بوب ده، انا عملت في السيرش هنا بدورت عليه
فاسهل لي بوصل له بالطريقه دي كده. بشد الترانزيشن انا عايز اضيفه على اللوجو بتاعي يطلع بحركه كده فيها بوب كده، فانا هاجي هضيف الترانزيشن بتاعي. الترانزيشن بتاعي او الانتقاله بتاعتي بتبقى يا اما في اول الفيديو او في اخر الفيديو. ما ينفعش اضيف الترانزيشن كده في النص او ما اتطبقتش، مفيش حاجه، لازم هحطه يا اما في بدايه الفيديو يا اما في نهايه الفيديو او ما بين فيديوهين. طبعا ده الانتقاله الطبيعيه. بالنسبه لي هنا هشد الانتقاله بتاعتي وهاجي على بدايه الفيديو بتاعي ده كده اللي هو اللوجو الصوره، وبتاكد ان هو في البدايه من هنا، في هنا كده في النص او في البدايه. لا انا هاجي يمين شويه على البدايه واسيب. فتعالى كده نعمل بلاي باك ونشوف دافينشي ريزولف. خدت بالك الحركه اللي حصلت ديت لظهور اللوجو دافينشي ريزولف؟ لو انا عايز اتحكم في وقت الترانزيشن او الانتقاله ديت اخليها اسرع او ابطا، اتاكد من حاجه مهمه جدا ان انت تعالى نعمل زوم كده بس عشان نشوف ايه الموضوع. نكبر التراك بتاعنا كده عشان نشوف، وبص معايا كده الانتقاله بتاعتي بادئه من اول الفيديو، واخد بالك في خط مايل كده واقفه لغايه هنا. فلما باجي اقف على نهايه الانتقاله نفسها مش نهايه الفيديو، المره دي انا بقف على نهايه الانتقاله بالمنظر ده كده والتكه واشد. انا دلوقتي بتحكم في وقت الانتقاله، هل هي واخده وقت طويل بالمنظر ده ولا ممكن اخليها سريعه بالمنظر ده كده. عشان نيجي نبص كده نشوف اللي حصل معانا. دافينشي ريزولف اللوجو بيخش بشكل سريع كده. دافينشي ريزولف حلو جدا، حلو جدا الكلام. فالترانزيشن ده الانتقاله دي ممكن اضيفها بقى ما بين فيديوهات مع بعضيها او لوجوز او اي حاجه زي ما احنا شفنا كده. وقيس على كده بقى كل الانتقالات اللي هنا دي. ممكن اعمل سلايد شو، مجموعه صور ورا بعضيها، واحط ما بين كل صوره وصوره انتقاله من المنظر ده كده عشان يعمل منظر جمالي. يعني حاجه كده من الحاجات السريعه. حاجه كمان مهمه، لو انا عايز اخد نفس الانتقاله دي اطبقها على التكست اللي فوق ده اللي هو بيظهر معاها كلمه الدافينشي ريزولف تظهر مع اللوجو، فبدل ما اعمل نفس الخطوات تاني انا ممكن اعمل كوبي لنفس الانتقاله هي بقف على الانتقاله كده. وفي حاجه مهمه جدا برضو، فرق ما بين ان انا واقف على الفيديو كده الفيديو كله منور معايا كده في فريم احمر حواليه، وان انا واقف على الانتقاله كده الفريم الاحمر دلوقتي حوالين الانتقاله. هدوس عليها كنترول سي، هاجي فوق اختار التكست وادوس على اوله كده، شايف حط لي بدايه خضره كده اول اللاير بتاعي كده. انا هحط التاثير بتاعي هنا او الانتقاله بتاعتي من الاول وادوس كنترول في. هوسعه لك عشان تشوف، فنلاقي عندنا الانتقاله ظهرت بالمنظر ده كده. عملت بيست نفس الانتقاله دي هنا حطيتها هنا بشكل سريع. تعالى كده نعمل بلاي باك ونشوف اللي حصل معانا ايه. دافينشي ريزولف هنا برضو كده في انتقاله احنا عملناها اللي هو في الحته دي كده عشانك انت. طب ده هينفعني في ايه يعني؟ الحته اللي بقول فيها طب ده هينفعني في ايه يعني؟ في انتقاله ما بين الجمله دي للجمله ديت، بحيث ان انا اكني بضيف نقله ان اللي بيتكلم دوت عقلك الباطن او حد تاني او شخصيه تانيه. فعملت انتقاله عشان ادي لك الايحاء ده، وهي برايتنس فلاش ديت انا عملتها اللي هو برايتنس فلاش. لو نزلت تحت شويه هتلاقيها موجوده عندك في الانتقالات الفيديو ترانزيشنز. هشد الانتقاله دي كده وهاجي في النص ما بين الاثنين، لا انا يمين في الناحيه ديت ولا انا شمال في الناحيه ديت، لا انا عايز الانتقال دلوقتي ما بين الاثنين بالظبط، تاخد من هنا شويه ومن هنا شويه واسيبها. نفس المنطق برضو انا عايز اغير وقت الانتقاله اخليه سريع بحيث الفلاش يبقى سريع. هقف على الانتقاله كده، وعرفنا ازاي نبقى واقفين على الانتقاله مش على الفيديو، وابدا اقلل وقتها كده عشان تتعرض بشكل اسرع بالمنظر ده كده. تعالى كده نعمل بلاي باك. خدت بالك هي سريعه شويه، هزود بس الوقت شويه. هو ده انت. طب ده هينفع. عملت لي فلاش كده، لسه هضيف له ساوند افكت. الفلاش دوت بيديني ايحاء ان في شخص تاني بيتكلم او حاجه زي كده. ونفس المنطق بقى ممكن تضيف انتقالات لا نهائيه لكل حاجه انت عايز تضيف لها انتقالات. وفي اخر بيرول عندنا اللي انا بقول لك اللينك موجود في الجزء دوت في البروفايل. فبجيب السهم بعد ما بحط عندي سكرين شوت بتاع البروفايل واحطه كده على الصوره بتاعتي بالمنظر ده. طبعا زي ما احنا اتفقنا ان الترتيب بيفرق معانا، فهو السهم فوق كل حاجه عشان هو هيبقى مغطي على كل حاجه. وابدا اظبط الروتيشن انجل بتاعته بالمنظر ده كده. ممكن اغير الزوم بتاعه كده والبوزيشن فوق هنا كده. انا عايز اضيف هنا ترانزيشن اللي هي لينس فلير، اللي هي فلير او شطر بتعدي قدام الكاميرا كده، فما بين هنا وهنا. ودي برضو هتعلمنا حاجه مهمه جدا في المونتاج هنفهمها دلوقتي. فمن ضمن الاسيتس اللي سايبها لك هي الترانزيشنز دي كده. فتعال كان نجيبها في السورس مونيتور بتاعتنا. هنطفي الافكس، نفتحها في السورس مونيتور عشان نشوف بشكل افضل. تعال نشوف الحته، هم في كذا واحده، تعال نشوف واحده تعجبنا وناخدها.
دي حلوه. فبقف قبل ما تبدا وادوس حرف الاي اللي هو مارك ان واعمل بلاي لغايه لما تنتهي ادوس حرف الاو اللي هو مارك اوت. دلوقتي الميزه اللي في الترانزيشنز ديت ان هي صوت وصوره مع بعض، فانا مش هسحب المره دي الصوره بس او الصوت بس، لا انا هاخدهم كلهم مع بعض. هدوس على الفيديو نفسه كده واتكه واشد. تمام، رميته بعيد شويه عشان يعني امهد لنفسي ما لخبطش نفسي، وابدا ارتبه من بعيد كده، ارفعه فوق شويه، وبعد كده اجيبه في الحته اللي انا عايز احطه فيها ما بين التراك ده وما بين التراك ده، واشوف الحته اللي هيكون فيها النور بيعدي مالي الشاشه. هبدا احرك كده، ايوه هو ده. في اللحظه دي النور هنا مغطي على الشاشه كلها، فهيبقى انتقاله ما بين لقطه للقطه تانية. حلو جدا. بس بالنسبه لي لو عملت بلاي كده كورس في البروفايل وده هديه في شاشه سوداء ومش باينه معايا بالشكل الاضاءه اللي احنا متعودين عليه، لا محتاجين نغير حاجه بسيطه جدا. اتاكد ان انت واقف على التراك نفسه بتاع الترانزيشن ديت او الانتقاله دي كده، وخش عندك في الانسبكتور وانزل تحت هتلاقي عندك حاجه اسمها كومبوزيت. هتغير المود بتاع الكومبوزيت بتاعك تخليه على اد. وتعالى كده بص معايا شكل الترانزيشن دلوقتي بقى عامل ازاي. كورس في البروفايل وده هديه. تعالى كده اعمل لك بلاي باك تاني. كورس في البروفايل وده هديه مني ليك. ففكره الكومبوزيت اللي هنا دي كده بتدي لك شكل او مود مختلف للفيديو بتاعك او الكليب بتاعك. من الحاجات برضو اللي هتساعدك جدا لو انت جايب اسيتس من بره خارجيه، تضيف مثلا لينس فلير او اي اضاءه خارجيه تدي لك ايحاء مختلف للفيديو بتاعك، ممكن تضيفها من الكومبوزيت دي طريقه لتركيب الفيديوهات على بعض. من الحاجات برضو المهمه بعد كده هي فكره ان انت تضيف افكتس او تاثيرات. من التاثيرات اللي عايزين نضيفها تاثير على الفيديو ده، ان وانا بقول طب ده هينفعني في ايه، يعني في كاميرا شيك، كاميرا بتتحرك كده بتتهز، بتدي احساس بالتوتر او اي حاجه. اللي هو بيتكلم دوت مش واثق من نفسه، فبيدي لك الاحساس ان في يعني نوع من التوتر او الانكزايتي. فانا بضيف الكاميرا شيك او التاثير ازاي. انا عايز اضيف ده كمثال يعني عشان نشوف ان في تاثير بيتضاف ازاي. بتاكد ان انا واقف على الجزء اللي انا عايز اديله الايفكت بتاعي ده كده، وبدور على التاثير نفسه. التاثير موجود عندي في حاجه اسمها اوبن افكس. اوبن افكس دي كده بنزل تحت فين اهو كاميرا شيك. وبرده نفس المنطق، لو انت حركت الماوس من غير ما تدوس على حاجه، حرك الماوس بس كده على الحاجه اللي انت واقف عليها، بيدي لك تطبيقها على الجزء بتاع البلاي باك. واخد بالك كده الفيديو بيتحرك ازاي؟ ده نفس الفكره. هشد الافكت ده كده وهاجي هرميه على الحته او الكليب اللي انا عايز اديله التاثير ده واسيب كده اطبق عليه التاثير من غير ما اعمل حاجه. تعال نعمل بلاي باك. طب ده هينفعني في ايه يعني؟ تمام هو مظبوط. طب لو انا عايز اغير اي حاجه في التاثير نفسه، اخليه شديد شويه خفيف شويه، بنفس التفكير بنروح على الانسبكتور. اي حاجه تعديل روح على الانسبكتور، هتلاقي عندك اللي اتفعل زي ما قلت لك في الاول ان الحاجات اللي انت بتضيفها تبدا تتفاعل معاك هنا. احنا لسه ضايفين ترانزيشن فتفعل معانا هنا. دي الخصائص بتاعه الترانزيشن كلها اللي احنا كنا بنعمله بشكل يدوي. هنا كده نزود الوقت ونقلل الوقت بتاع الترانزيشن، كله موجود هنا. ممكن تعمله برضو ايه بشكل ارقام او تخش قيمه من هنا. في افكتس بنخش عليه كده بنلاقي عندنا في افكت اضاف اللي هو الكاميرا شيك. عايز اغير اي قيمه، ازود التاثير اقلله، كل التحكم بتاع التاثير بيبقى هنا. ده برضو حسب انت شغال او التاثير ده عايز تضيفه بشكل عامل ازاي، ملهوش قاعده، هو حسب انت عايز تبينه ازاي او تظهره ازاي. فبالنسبه لنا هنا انا مش محتاج اكتر من اللي حصل ده، مش محتاج ازوده ولا اقلله. تمام خلاص انا تمام مبسوط. ممكن اضيف نفس التاثير ده اللي هو ارجعك تاني بنفس الفلاش باك اللي هو الانتقاله. هاخد نفس الانتقاله دي كده، اتاكد انا عامل زوم عشان اعرف اختار الانتقاله. مش عارف اختار الانتقاله كده اخترت الانتقاله منوره معايا باللون الاحمر. كنترول سي، هاجي عايز احطها برده بعد الجمله هنا. هتاكد ان انا واقف على الحته دي، هدوس بس بالماوس كده نور لي الحته دي باللون الاخضر. ده معناه ان انا واقف هنا، عايز تحط حاجه هنا، وادوس كنترول في. بالفعل اضاف لي الانتقاله في المكان اللي منوره له باللون الاخضر، عشان ده مهم جدا. لو انا ما كنتش عامل كده بالمنظر ده كده، دوست كنترول في ولا اي حاجه هتحصل. واخد بالك لازم اكون محدد له، بقول له هنا حطه لي هنا كنترول في. بعد كده بقى في التاثيرات، في تاثير مهم جدا واللي هيكمل لنا البي رولز بتاعتنا او الجرافيكس بتاعتنا، هو ان انا حاطط هنا علامه الفولو. اعمل فولو للاكونت عندي. فبجيب الفولو عندي ده مديهولك في الميديا بول في الاسيتس. في عندنا الفولو بالمنظر ده على جرين سكرين، ودي حاجه مهمه برضو تكون عارفها ان انا اضيف جرين سكرين. بشد كده الفيديو بتاعي واجي ارميه. صباح الفل. اوعى تعمل كده وتسيبه هنا، ده هتخش في دوامه، انت مسحت تراك من تحت. فنفس المنطق ممكن تطفي الافكس عشان يظهر لك ايه السورس مونيتور بتاعتك، وتيجي هنا كده تسحب الفيديو كصوره وترميها فوق لوحدها في تراك لوحدها مع
تراك البي رولز اللي احنا عاملينه فوق كده. لو تاخد بالك عملنا زوم اوت كده، بص ركز في التنظيم اللي احنا عاملينه. بي رولز بتاعتنا والجرافيكس بتاعتنا في التراك فيديو 2، التكست بتاعنا في تراك فيديو 3. كده انت منظم. عايز تضيف حاجه تانية ممكن تخلي الكابشن فوق اكتر وتضيف فيديو 3 ده تحط فيه اي جرافيكس تانية براحتك، بس خلي الدنيا معاك متسيستمه كده، هتريحك انت حتى لو في اي تعديل ولا حاجه مش هتوه فيه. نقفل بس الفيديو بتاعنا على اخر الجمله بالمنظر ده. فنشيل الجرين سكرين ازاي؟ هنلاقي عندنا تاثير من الافكس. فبص انت رايح يمين شمال رايح يمين شمال، شمال افكس يمين تعديل، شمال افكس يمين تعديل. نخش على افكس، بعد كده تعالى في الميديا بول نخفيها كده عشان بس ايه ما نزولش نفسنا، ودور على تاثير اسمه كي اللي هو 3 دي كير. شد التاثير ده كده وتعالى ارميه على الفيديو بتاعك اللي هو فيه جرين سكرين وسيب، ولا اي حاجه حصل، مش هيحصل اي حاجه. محتاج ايه هنا بقى؟ محتاج ان انا احدد له اللون الاخضر، اقول له شيل لي اللون ده. فبحدده ازاي؟ لو تاخد بالك هنا التاثير ده بيجي من حاجه اسمها اوبن اف اكس. فاوبن اف اكس برضو عندي في الانسبكتور هنا في الافكس في حاجه اسمها اوبن اف اكس. ففي عندي من الاوبن اف اكس او التحكم في ان انا اعمل اي حاجه خاصه باوبن اف اكس، بان انا باجي عندي من الجزء اللي احنا شفناه قبل كده في دايناميك زوم في ترانسفورم، بلاقي عندي حاجه اسمها اوبن اف اكس اوفرلاي. بدوس عليها كده، وهنا كل اللي محتاج اعمله في التاثير بتاع الكروما ان انا اشيل اللون الاخضر، برسم كده بالماوس هتكه وارسم بالماوس على اللون اللي انا محتاج اشيله. هو هنا بالنسبه لي لون واحد، لون اخضر درجه واحده، فهيتشال على طول. فخلاص كده اتشال. فهطفي دي بقى، اتاكد ما سيبهاش، اطفي دي كده، ممكن ارجعها ترانسفورم واطفيها. ده اللي بحتاجه من اوبن اف اكس او تاثير الجرين سكرين. هتحتاجه بشكل كبير وانت بتعمل حاجات زي كده. ممكن تجيب حاجات جرين سكرين من اليوتيوب بقى، من اي مصدر، وتضيفها على فيديوهاتك. طيب خلاص شلت الجرين سكرين اللون الاخضر، تعالى كده نعمل بلاي باك وتخش على البروفايل تعمل لي فولو. بس محتاج ان انا اصغر الفيديو بتاعي او الجرافيك بتاعي ده كده. هرجع تاني من افكس اروح على فيديو، والزوم بتاعي هصغره كده شويه وانزله تحت شويه بالمنظر ده كده. من ضمن الحاجات المريحه جدا في دافينشي ان انا ممكن اعمل استابلايزيشن مره واحده ودايناميك زوم مره واحده لكل التراكات اللي عندي. زي مثلا في المثال اللي قدامي ده كده، ان انا عندي مجموعه البي رولز ديت فيها كاميرا شيك كده انا مصورها بايدي هاند هيلد وانا ماسك الكاميرا بايدي، فما فيهاش ثبات سينمائي. فانا عايز اضيف لها كلها مره واحده ثبات سينمائي، واضيف لها حركه بوش زوم كده او دايناميك زوم. فبمجرد ما اختارهم كده كلهم مع بعض، اعمل كل مره واحده، مش هعمل خطوه خطوه. بخش عندي في الجزء اللي على اليمين في الانسبكتور، بنزل تحت عندي اول حاجه هعملها ان انا هضيف ستابلايزيشن. تك على ستابلايزيشن كده اللي هو التثبيت، بدوس ستابلايز وبس. بيبدا يحمل شويه، خلاص هو عملهم كلهم بقوا ثابتين. تعالى كده نعمل بلاي باك. ريزولف من اهم واقوى برامج المونتاج الاحترافيه والاشهر على الاطلاق في التلوين. اللي يهمنا هنا، خدت بالك، عايزين برضو نضيف لهم حركه دايناميك شويه كلهم مع بعض كده مره واحده. اخش على دايناميك زوم وافعلها واعمل لها سواب اللي هو خليها زوم ان مش زوم اوت. تعالى كده نعمل بلاي باك برضو. دافينشي ريزولف من اهم واقوى برامج المونتاج الاحترافيه والاشهر على الاطلاق في التلوين. اللي يهمنا، خدت بالك، الدنيا ماشيه جميله جدا، وده اللي يخليك تحب دافينشي ريزولف. فالخطوه اللي بعد كده بقى هي تعديل شريط الصوت، ان انا اضيف اي مؤثرات صوتيه او ان انا اعدل الصوت بتاعي والحاجات دي كلها. فهاجي عندي اوسع لنفسي مساحه شويه، بس هرفع من الجزء ده كده الخط اللي ما بين الفيديوز والاوديوز، هرفعه كده لفوق شويه عشان اخلي الصوت بتاعي ليه مساحه اكبر. ممكن اصغره شويه كده بس ايه، مش محتاج كل ده. لو انا مثلا عايز ارفع الصوت الفيديو بتاعي او اقلله، مثلا الفويس اوفر بتاعي، لو انا اخترت كده كل التراكات بتاعت الفويس اوفر، هلاقي عندي كده في الجزء اللي على اليمين في الانسبكتور في الفوليوم، لو انا عايز ارفع الصوت بتاعي ممكن ان انا ازود ليفل الصوت بتاعي. ركز معايا كده، الصوت بتاعي تحت بيزيد المستوى بتاعه، الويف فورم بتاعته. تعالى كده هكبرها لك اكتر تشوفها اكتر. الويف فورم بتاعته بص بتزيد وتقل. لو انا عايز ازود الصوت بتاعي، اعلي الصوت بتاعي شويه او اقلله شويه، حته ضربه وحته مش عارف ايه، لا خليه كله مستوى واحد كده مسموع ومفيش حاجه تضرب معاك. طيب تعالى نبدا نضيف اول تاثير صوتي بتاعنا اللي هو هنا ده كده بيعمل بوب. ظهور كلمه دافينشي ريزولف مع اللوجو، عايز الساوند افكت بتاع البوب ده، بوب، واخد بالك انت. فعندك في الميديا بول، روح على الميديا بول، خش على افكس وتعالى كده نسمع. ايوه هو ده. بص انت لو وقفت على الساوند افكت كده ودوست مسطره بيعمل لك بلاي باك ليه.
حاطط لك برضو مكتبه صوتيه لساوندات، يعني حاجات مؤثرات صوتيه كلها ترندي كلها مطلوبه تستخدمها بقى في ايه، في فيديوهاتك كلها. تمام. فانا هاخد الساوند افكت ده وهاجي هرميه فين بقى؟ طبعا مش هترميه على حاجه موجوده، هنرميه في تراك لوحده تحت كده ونسيب. واعمل تراكات زي ما تحب، طول ما انت معاك القابليه والابداع زود يا باشا. وتعالى بقى ايه نحطه مع بدايه الظهور الحركه. تعالى كده نسمع ونشوف في نفس الوقت. دافينشي حلو جدا، بص كده دافينشي ريزولف. انت طب ده هينفعني في ايه يعني بجد؟ حلو. انا هنا بقى في تاثير بحط حاجه ساوند كوميدي كده، حطيته لك برده من ضمن الساوندات. هو راح فين اهو؟ هو ده. هشده وهرميه بعد ما بقول كلمه بجد. تمام. تعالى كده نزوم شويه ونجيبه ورا سنه كده. تعالى كده نعمل بلاي باك ونسمع. يعني بجد انا هعتبر نفسي ما سمعتش السؤال ده. واو حلو حلو. بس في حاجه بقى انت فهمتها دلوقتي مني، ان انا قلت لك الليفل الصوت ما يبقاش عالي اكتر من صوت المتحدث نفسه. فلو انا عايز اقلل او اريح الصوت ده شويه، ممكن اعملها ان انا اختار التراك بتاعي كده، الساوند بتاعي ده كده، وطبعا اخش على الانسبكتور في الاوديو واقلل الفوليوم بتاعي كده. فهتلاقي بص الويف فورم بتاعي بيقل. حلو. واسمع. بجد انا هعتبر نفسي ما سمعتش السؤال ده. حلو. او في برضو طريقه برضو بتساعدك وانت شغال على طول في التايم لاين، بدل ما تروح وترجع كده، بتلاقي عندك في نص التراك كده في خط كده. لو جيت وقفت بالماوس، بص الماوس، لو جيت وقفت في نص التراك بتاعك كده، بتلاقي السهم الفوق سهم لتحت ده كده، معناه ان انت بتتحكم في مستوى الفوليوم بتاعك. لو اتكيت وشديت لتحت بتقلل الفوليوم، لفوق بتزود الفوليوم. فانا مثلا هخليه نفس اللي انا عملته ده بيحصل معايا هنا، هي نفس النتيجه بالظبط، بس الفرق ان انا بتحكم هنا او بتحكم هنا حسب اللي يريحك. ونسمع كده. بجد انا هعتبر نفسي ما سمعتش السؤال ده. واو. وانت شغال بقى كده عمال تضيف الساوند افكتس بقى، وتحاول توصل للنتيجه اللي انا هكون سايبها لك واللي انت شفتها في اول الفيديو، وتجمع الساوند افكت بقى ماشي ازاي. ممكن تضيف حاجات من عندك اضافيه حسب ابداعك بقى. من ضمن الحاجات دي اللي هي الوش، ودي من الحاجات برضو اللي منتشره في اي فيديو هتشوفه، اللي هو الزوم ده، البوش زوم اللي انا عملته دوت. ممكن اضيف له ساوند افكت اللي هو اسمه ووش. هفتح كده في الميديا بول بتاعي، في عندي ووش. حلو. هو ده. فهشد الساوند افكت ده كده وهاجي في المكان اللي بيتطبق فيه الحركه، وعيني برضو متابعه مع ودني. هسيبك غير لما لا الصوت سبق، هاخر الصوت شويه كده ونسمع برضو. هسيبك غير لما تتعدى الصوت بتاعه عالي شويه، فهقلل الفوليوم كده عشان ايه ما يبقاش مزعج للمشاهد. انا مش هسيبك غير لما تتعلم. ممتاز. تمام. بص انت بتعمل بقى ايه؟ شريط الصوت بتاعك دلوقتي عمال تضيف ساوندز وبتاع، ولا عايز تضيف باك جراوند بقى ميوزك او امبيانت ساوند او الحاجات دي كلها، الدنيا معاك مفتوحه، ضيف اللي انت عايزه. هتكمل بقى الساوند افكت بتاعتك بالمنظر دي. اخر خطوه متبقيه لنا، ممكن تعملها في الاول، ممكن تعملها في الاخر، ممكن تعملها في النص براحتك، بس انا بحب دايما الون في اخر حاجه قبل ما اعمل اكسبورت او ريندر، وده بيساعدني ان انا اكون خلاص شفت المشروع بتاعي كله، وكمان مش هتقل على بروسيسور الجهاز او الجرافيكس بتاعت الجهاز بتاعتي. ببدا الون بعد ما اخلص كل حاجه. فعشان الون دلوقتي كل ده احنا واقفين على اديت، في تحت كده في الاديت. هنبدا نروح بقى على الكلر، وهنا عندنا الموضوع مختلف شويه وانا مش عايزك تتخض منه. هو الموضوع سهل جدا وبسيط جدا. اللي احنا محتاجينه نفهمه بس في موضوع الكلرنج بتاعنا دوت او التلوين، هو انه مختلف شويه عن اي برنامج تاني، لان هو هنا معتمد على نظام النودز، النقط اللي انت شايفها عندك هنا دي كده. فبالنسبه لي هنا السورس بتاعي جاي من الشمال، بيعدي على مجموعه تاثيرات. هنا انا ممكن اضيف اكتر من واحده، 2 3 شجره كبيره، 20 واحده، لغايه لما بيوصل معايا للاوتبوت اللي هنا، اللي هو هنا ايه؟ الصورة النهائية بتاعتي. فأي تعديل بضيفه هنا أو في أي نوت تانية أو نقطة تانية بيقراه ويحطه على بعضه ويدمجه ويطلع لي الصورة النهائية. الصح هنا دايما إنك تحط أي تعديل جديد عايز تعمله في نود منفصل، نقطة منفصلة، تخلي كل حاجة ليها نقطة بتاعتها والاسم بتاعها، عشان لو حبيت تعدلها في أي وقت تعدلها، ترجع لها إزاي، توصل لها إزاي، بيسهل لك الأمور أكتر وفاهم أنت بتعمل إيه وليه. طيب نفهم برضو القصة أو الواجهة بتاعت التلوين بتاعتنا في دافينشي. احنا قلنا دي النودز بتاعتنا، وده التايم لاين بتاعنا، مجموعة لقطات بالمنظر ده كده. هو بيحط لك اللقطات بس كده قدامك، وده تايم لاين بترصيص الفيديوهات، ملوش علاقة بالصوت دلوقتي، هو باصص فوق في مجموعة الفيديوهات أو الصور اللي فوق بس. فلو أنا مثلا عايز أروح لأي واحدة أدوس عليها كده بينقلني على اللقطة نفسها عشان أبدأ ألونها.
وهنا انا بلون لقطه لقطه، اختار فيديو الونه. بالنسبه لنا هنا الفيديو الاساسي بتاعنا اللي هو اللي انا بتكلم فيه هو ثابت، نفس الاضاءه نفس التصوير نفس كل حاجه. فلو لونت واحد انا هلون كله، عرفت اخد نفس التاثير دوت اللي انا عملته، الشغل اللي انا عملته دوت اكرره على كله. فتعالى نعمل، يعني احنا بنتفق ازاي نفكر، منهجيه التفكير بتاعتنا ماشيه ازاي. تعالى نعمل فيديو واحد اول كليب خالص ونكرر نفس التلوين دوت، بس هنكون فهمنا بقى العمليه بتمشي ازاي في التلوين. اتفقنا. نرجع كده على اول تراك خالص، اول كليبايه بتاعتنا خالص. في حاجات مساعده بالنسبه لنا في التلوين، هي السكوبس اللي هي ايه، الحاجات اللي بتقول لنا الدنيا ماشيه ازاي، اللي هو ايه، الرسومات البيانيه. فعندي هنا كده على اليمين في البار ده كده، اللي انا شايفه دلوقتي ده كي فريمز، ملناش علاقه بيها دلوقتي، مش عايزين نخش نلخبط نفسنا بيها. هندوس على سكوبز، هدوس عليها كده. فمن ضمن السكوبز اللي بتساعدني شويه في التلوين الويف فورم، وفي عندي البريد، وفي الفيكتور سكوب ده بيساعدنا في ان احنا نوصل للسكين تون بشكل حلو او شكل دقيق. بس انك تفهم السكوبز ديت عايزه مننا وقت، ودي ان شاء الله نشرحها بشكل مفصل في الكورس المفصل لدافينشي. زي ما قلت لك هتلاقيه في الديسكريبشن في وصف الفيديو تحت، هيكون مفصل بشكل اكبر في التلوين بشكل اخص يعني. بس تبقى عارف مثلا ان الويف فورم بتاعتك هنا الجزء اللي فوق ده اللي هو الابيض، الجزء اللي تحت ده اللي هو الشادو. فاغلب الصوره بتاعتي هنا هي في الجزء اللي تحت اللي هو الاسود، الشادوز مضلمه شويه، يعني انا المود اللي انا بصور عليه مود مضلم. لو انا عايز اشوف التاثير ده، تعالى كده نرفع الاوفست. بص لما برفع الاوفست برفع الاضاءه في الصوره ككل، كل معلومات الصوره بتاعتي من الوان واضاءه بتطلع لفوق، فده يفهمنا اكتر. تعالى كده نعمل ريست، بص هنا كده، انا لسه ما شرحتلكش حته البكرات اللي هي دي كده، بس الويف فورم ده يفهمك الصوره بتاعتك المود بتاعها غالب عليها ايه. انا المود بتاعي بحب اصور عليه اللي هو الدارك شويه، فبيبقى الموضوع غامق شويه، بس في اجزاء ملونه واجزاء فاتحه. تمام. اللي احنا محتاجين نعرفه هنا زي ما اتفقنا ان احنا هنعدل اضاءه والوان بحاجه سريعه جدا. اول حاجه عايزين نعملها قبل ما نبدا نخش كده نغير في اي قيمه في القيم بتاعتنا اللي هنا دي كده، البكرات اللي هنا دي كده، ان احنا نعمل نود تانية، نقطة تانية، نخلي النقطة ديت كده ايه احتياطي على جنب، ونعمل نقطة تانية نحط فيها اللي احنا عايزينه. فبضيف نود تانية ازاي؟ في عندي شورت كات، وفي عندي ان انا بعملها ازاي، كليك يمين واختار اد نود واد سيريال هي ايه، متتابعة بعديها على طول. في انواع من النودز وفي قصة تانية، بس مش عايزين نلخبط نفسنا دلوقتي، هندوس على اد سيريال. اضاف لنا نود تانية جنب النود الاولانية، الاتنين فاضيين ما فيهمش اي تعديل. بس النود دي انا مثلا هسميها، بس النود دي تعالى نسميها مع بعض بيزك، تك كده نود ليبل وهسميها بيزك، بحيث ان النود دي انا هحط عليها تعديلات الاضاءه الاساسيه بالنسبه لي، اللي هو ايه بقى، عندي في التلوين ليفت، جاما، جين، اوفست. برضو بالترتيب كده، ممكن تكون مش عارفهم او مش شائعين في التسميه في البرامج التانية، بس برضو بالترتيب كده، شادو، ميد تون، هايلايت، اوفست او اكسبوجر، ده نفس التاثير، هم بس اسمائهم هنا مختلفه، اللي هم الليفت، جاما، جين، اوفست. الشادو اللي هي الاماكن الغامقه، ميد تون اللي هي النص، الاماكن اللي هي ما بين الغامق وما بين الهايلايت الفاتح اللي هو الجين هنا الاماكن اللي فيها هايلايت عالي، والاوفست اللي هو الصوره ككل، الاضاءه بتاعت الصوره ككل. حلو الكلام. بالنسبه لي هنا في الويف فورم بيقول لي ان كل معلومات الصوره بتاعتك قريبه من الشادو، فانا محتاج ارفع الفرق ما بين الشادو والهايلايت اللي هو الميد تون، اخلي المعلومات تطلع لفوق شويه، بس مش كده، مش بالاوفست اللي هو كله يطلع، لا انا عايز ازود الفرق، مش كلهم يطلعوا مع بعض، عايز اخليهم يفرقوا عن بعض. فهاجي في الميد تون اللي هم هنا عندي الجاما، وافتح كده شويه، وبص النتيجه بتاعتي بتحصل معايا ايه. وبص برضو على الويف فورم، بص السكوب بتاعي، النتيجه فرقت معايا، بقى عندي فيه شويه معلومات دخلت في الفاتح عشان انا فتحت الجاما شويه. برضو انا هقلل الهايلايت شويه، واقلل شويه شادو كده، بحيث ان انا انزل الحته الغامقه كده، ما تبقاش فاتحه قوي كده. انا كده ظبطت الاضاءه بتاعتي، يعني انا شايف النتيجه كده بالنسبه لي مرضيه. ممكن حد يكون عنده راي تاني، عادي جدا براحتك، بس انا عايز اشوف التعديل اللي انا عملته دوت قبل وبعد. وانا واقف على النود اللي انا عدلت عليها اللي هي بيزك هنا دي كده، لو دوست على الرقم بتاعها دي كده مره الثانيه، بدوس مره اطفي، مره تانية افتح او اشغلها تاني، دي تمام. ظبطت الاضاءه عندي في نود. هعمل نود تانية اظبط فيها الكونتراست والساتوريشن، احنا محتاجين بس نظبط الحاجات الايه الاساسيه بتاعتنا. فهعمل نود تانية ازاي؟ زي ما احنا شفنا من شويه، كليك يمين كده على اخر نود واتك اد نود وسيريال نود، او ان انا ادوس على الت اس وانا واقف على النود دي كده، الت اس اضفت نود تانية. ممكن اضيف بقى عدد لا نهائي من النودز بالمنظر ده كده. النود دي بقى انا هسميها كلر، عشان دي هظبط فيها الالوان، كونتراست والساتوريشن
ساتوريشن والحاجات دي كده. فهاجي كده على نود ليبل اسميها كلر. طبعا في مدارس كتيره جدا في طريقه التلوين في دافينشي، دي حاجه اساسيه بيزك قوي عشان برضو ايه ما بقاش سبتك كده، لا تبقى عارف انت بتلون ازاي في دافينشي. وقفنا على النود دي دلوقتي. النود دي لو خدت بالك لو دوست كنترول دي اللي هو طفيتها وفتحتها ولا كأن في حاجه، يعني لسه ما عملتش عليها اي تعديل، وكل القيم اللي هنا دي كده اتعمل لها ريست، لان هي ايه بالنسبه له دي نود جديده. اي نود بضيفها هنا بيضيف لي التعديلات بتاعتها او بيضيف لي القيم بتاعتها من تحت هنا جديده خالص، اكني لسه ما شفتش اي حاجه. تحت عندي هنا كده في تمبريتشر وتنت كونتراست. الكونتراست اللي هو التباين، لو انا زودتها كده بص تباين الصوره بتاعتي بيزيد ازاي. التباين هو فرق ما بين الابيض والاسود، لو قللتها وهكذا. فانا مثلا هخلي الكونتراست بتاعي كده مثلا. وتمبريتشر دي اللي هو درجه الحراره بتاعت الصوره بتاعتي، لو هي وورمي بخليها كول شويه او اظبط درجه الحراره، هل هي وورم قوي كده ولا كول قوي كده حسب ايه المود اللي انا شغال عليه. ممكن لو غيرت اي قيمه كده عندي في القيم اللي هنا دي كده وعايز ارجع للريست بتاعها على طول، بقف على الكلمه نفسها ودوس تكتين فعمل لي زيرو ورجعني للقيمه الاساسيه. بالنسبه لي الوايت بالانس هنا مش محتاج اظبط فيه حاجه، محتاج بس اظبط الجزء اللي تحت ده. هنا في عندي ساتوريشن وفي عندي الهيو. ساتوريشن بالنسبه لي اللي هو تشبع الالوان، لو زودته كده بص الدنيا عملت معايا ايه، ظبطت شويه. وفي عندي حاجه انا هوريك حلتها ازاي. زودت ساتوريشن كده، تعالى كده نشوف النود ديت اللي احنا عملناها كنترول دي قبل وبعد قبل وبعد. تمام ظبطت الساتوريشن وظبطت الكونتراست. بس محتاج بعد ما بصيت عندي كده في الصوره لقيت ان الصوره بتاعتي اصفرت، محتاج اسحب اللون الاصفر شويه، اقلل اللون الاصفر شويه بتاع السكين تون بتاعي شويه، عشان كده بقى فاقع. فاحنا هنا هنعمل حاجه اضافيه، تعديل جديد. طبعا زي ما اتفقنا تعديل جديد، نود جديده. اعمل نود جديده الت اس، اضاف لي نود تانية هنا كده، دي هنسميها مثلا ايه يلو. تمام، عشان دي النود اللي هنتحكم فيها باللون الاصفر. وهنا محتاجين نخش على الكيرفز. لو تاخد بالك كل دوت احنا شغالين في البرايمريز، ودي الحاجات الاساسيه، دي اللي احنا بنشتغل بيها في اغلب الحاجات الاساسيه، بنبدا نظبط منها كل حاجه. من ضمن ادوات التلوين عندي هنا في دافينشي الكيرفز. فلو وقفت على الكيرفز دي كده بتلاقي عندك مجموعه كيرفز هنا مع بعضيها. بالنسبه لي الكيرف اللي انا عايز اسحب بيه اللون هو هيو فيرسس ساتوريشن. برضو كل كيرف من ده ليه استخدام وليه قصه كبيره. بس يعني ايه هيو فيرسس ساتوريشن؟ هنا كل كيرف هيو فيرسس هيو فيرسس ساتوريشن، هيو فيرسس لومينانس، وفي عندي لومينانس فيرسس ساتوريشن. فده معناه ان انا بختار هيو درجه لون وبتحكم فيها في الحاجه اللي بعديها. يعني مثلا هيو فيرسس ساتوريشن ديت ان انا بختار درجه لون وبتحكم في الساتوريشن بتاعها. بالمثل هيو فيرسس هيو ان انا بختار قيمه لون وبتحكم في درجه اللون بتاعها، ممكن اغيرها ازاي. طيب تعالى نخش على الهيو فيرسس ساتوريشن، نختارها هنا كده وهنبص هنا بيقول لي اختار درجه اللون اللي انت عايز تسحب منها الساتوريشن. فايه هي درجه اللون اللي انا عايز اسحب منها الساتوريشن؟ هي حاجه في الاصفرات. فلو انا مش عارف اجيبها بالظبط، في عندي طريقه ان انا اجيب درجه اللون دي، من ان انا باجي عندي كده في الجزء بتاع البلاي باك تحت هنا كده بيبقى عندي في الحته بتاعه تحكم الخصائص اللي انا واقف عليها حاليا. فمن الحاجات اللي بختارها هي كواليفاير. اختار الكواليفاير دي كده وبيجيب لي الدروبر دي. الدروبر دي بيقول لي يسحب لي من الصوره بتاعتك الدرجه اللي انت عايز تتحكم فيها، درجه اللون اللي هي الهيو اللي انت عايز تتحكم فيه. فانا مثلا باجي على حته في السكين تون كده وادوس تكه واحده، وبص حصل معايا هنا ايه، حط لي قال لي درجه اللون بتاعتك هنا هي دي، ما بين دي وما بين دي هي درجه اللون هنا دي. وده متوقع لانها في درجه الحاجات الاصفر او البرتقاني شويه، هي درجه الايه البشره او الجلد. فانا برضو بحب ان انا ابعد النقطتين دولت عن بعض كده عشان ما اعملش باندنج، او ان انا اعمل حاجه كده في الصوره بتظهر عيوب في الصوره. لو انت النقط قريبه من بعضها وعملت نتيجه كبيره مره واحده بيعمل لك عيب في الصوره كده، تحس ان الصوره إيه واخده لسعان في حته معينه. بس تجنب الحته دي، انت تبعد النقط عن بعضها شويه لو انت عندك القابليه دي. وهبدا اسحب ساتوريشن ان انا انزل بالنقطه اللي في النص لتحت. وبص ركز معايا في البشره، بص كده البشره ايه كده بقت من غير ساتوريشن خالص، لا انا هديها نقطه ايه في النص كده، نزلت اللون شويه. طيب تعالى نشوف النتيجه قبل وبعد. هعمل لك بس زوم كده وهقفل النود واشغلها تاني. كنترول دي كده مقفوله، بص كده مفتوح. شايف درجه اللون الاصفر اتسحبت من الصوره. دي فكره الكيرفز في دافينشي او في اي برنامج مونتاج برضو موجوده في بريمير، ان انت ممكن تشتغل بيه الكيرفز وتسحب لون معين او تزود لون معين، حاجه بيزك جدا. برضو هيو فيرسس لومينانس اللي هو نفس الفكره. لو انا عايز مثلا ازود الاضاءه بتاعه لون معين في الصوره،
اللون الازرق اللي ورا ده كده مثلا، هجيب الكواليفاير وانا واقف على الكيرف بتاع هيو فيرسس لومينانس، واجي على اللون الازرق وادوس عليه، فهو هنا كده قال لي اللون ده اللي انت كنت واقف عليه في الحته دي. ممكن اديله بس توسيعه شويه كده وابدا ازود اللومينانس او الاضاءه بتاعته او اخففها. بص كده الكشافات اللي ورا بتاعتي بتعمل ايه، يا اما بتنور اكتر يا اما بطفيها اكتر، اكني بسحب منها الهايلايت شويه. فممكن اطفي الاضاءه من الحته بتاعت الكيرف بتاع الهيو فيرسس لومينانس بالمنظر ده. فممتاز جدا. انا كده ظبطت اضاءه الفيديو بتاعتي، ظبطت له التعديل بتاعي، الالوان بتاعتي، عملت النودز بتاعتي، فهمت النودز بتاعتي، وكل نود بتوصل للثانيه عشان دولت نودز متتاليه سيريال نود. وتعالى كده نشوف النتيجه كلها مع بعضيها. هختار كده كل النودز بتاعتي اللي انا اضفتها، كنترول دي طفيتهم وولعتهم تاني، كنترول دي اطفي، كنترول دي اشغل، اطفي اشغل، اطفي اشغل. كل اللي انا عملته هنا ده كده موجود عندي في اللقطه الاولى اللي هنا دي كده. لو رحت على اللقطه الثانيه كل اللي انا عملته مش موجود، كأني ما عملتش اي حاجه. هل انا محتاج بقى اعمل ده تاني مره تانية وكل ده تاني؟ طبعا لا. فازاي نسحب نفس التاثير دوت نضيفه على كل الحاجات اللي عندنا او كل الفيديوهات المشابهه اللي عندنا مره واحده؟ ففي عندنا اكتر من طريقه، بس انا خليني اقول لك على طريقه سهله تساعدك على طول في حاجه زي كده. ممكن لو انا عايز اخد التاثيرات من الفيديو ده احطها للفيديو ده، بان انا اقف على الفيديو الثاني اللي انا عايز احط له التاثيرات، واجي على الفيديو الاولاني ده كده اللي هسحب منه، وادوس على بكره الماوس، ادوس على البكره لجوه كده، بس اخد نفس التاثيرات بالظبط، اضافها لي، سحبها من ده حطها لده. فممكن طول ما انا ماشي كده اقف على ده، او ممكن اقف على مجموعه الفيديوهات دي كلها مع بعضيها كده، واجي اسحب من الفيديو بتاعي سواء ده او ده، الاثنين واحد، واجي على اي واحد فيهم ادوس على بكره الماوس كده، بلاقي ان كلهم خلاص اخدوا نفس التاثير، بقى كلهم واخدين نفس التاثير بتاعت ايه اللي احنا عملناه، الشغل اللي احنا عملناه ده. في عندي طريقه تانية برضو تبقى عارفها. لو انا مثلا جيت وقفت على اخر واحد ده كده اللي انا حاطط عليه التاثيرات ده، وعايز اعمل حاجه اسمها جراب ستيل، باجي على الصوره نفسها كده، بلاي باك بتاعي كده، كليك يمين وبلاقي اوبشن اسمه جراب ستيل، اللي هو اكنه يعني خد سكرين شوت، جراب ستيل كده. فبلاقي عندي هنا كده في الكليبس في الجاليري بتاعي كده، ده الجاليري بتاعي اهو، بقفله او افتحه. ففي الجاليري بتاعي كده حط لي الاستلايه دي، الاستلايه دي اللي هي ايه، حافظه التعديلات اللي هي محطوطه. نفس المنطق برضو، الفيديو ده كده لسه ما اخدش اي تعديلات، هقف عليه كده وهاجي على الستيل وببكره الماوس هدوس على بكره الماوس لجوه، نفس الفكره، قام طبق لي نفس التعديلات على الفيديو ده. وبنفس المنطق بقى ممكن اخد كل الفيديوهات دي كده وادوس على الاستلايه بتاعتي كده على بكره الماوس، طبق لي التعديل. ممكن كنترول واختار كل اللي باقي كده مره واحده، وانا دايس على كنترول اخترتهم كلهم مره واحده، واجي على الستيل وادوس على بكره الماوس كده، انا عملت تعديل للالوان لكل الفيديوهات بتاعتي بالمنظر ده. طبعا البي رولز بتاعتي اللي هنا دي كده، اللي هو الانسرتات اللي انا حطيتها دي، مش محتاجه تعديل الوان، انت محتاج تضيف لها تعديل او اي افكت از يو لايك. حابب تحط لها اي تاثيرات، تمام جدا، اشتغل وعيش حياتك، بس تكون فهمت ازاي تضيف او تعدل الالوان الاساسيه عندك في برنامج دافينشي. بعد كده بقى لو دخلت على فير لايت، بص معايا كده، لو دخلنا على فير لايت ده بيبقى شريط الصوت بتاعك. لو انت عايز تعدل على اي حاجه في شريط الصوت بشكل يعني مفتوح اكتر، احترافي اكتر، اسهل لك اكتر، مسهل لك الدنيا اكتر، ممكن تخش عليه. بس اخر خطوه بالنسبه لنا اللي احنا محتاجين نطلع الفيديو بتاعنا بقى، محتاجين نعمل ريندر، فهنروح على ديليفر. في ديليفر هنا بلاقي عندي فايل نيم، اول حاجه اسم المشروع بتاعك، ماشي يا عم انا هسميه دافينشي شورت، تمام. اللوكيشن بختار له مكان على الجهاز بتاعي، تمام. والريندر بتاعي سنجل كليب، يعني ما يقطعليش كل دولت، يطلعهم لي كل واحد انديفيدوال كليبس، كل التقطيعات دي تبقى كليبس منفصله، لا كل التقطيعات دي ده فيديو واحد، فيبقى كله سنجل كليب. فانديفيدوال كليبس ديت بتعمل لك اللي هو ايه، اي تقطيع عندك بيعملها لك كأنها فيديو، يقطعها لك ويحطها لك في فيديو لوحدها. فدي ممكن تستخدمها لو انت بتقطع حلقه معينه او حاجه معينه، لكن احنا سنجل كليب بنسبه 95%، تمام. بعد كده الجزء المهم بالنسبه لنا هو الفورمات، فهتلاقي عندك بنسبه كبيره هيبقى على كويك تايم. الافضل ان احنا بنشتغل على MP4 اللي هو H264، الكودك بتاعنا H264 مش 65، انكودنج اوتو، تمام. الريزولوشن بتاعنا نفس التايم لاين ريزولوشن اللي احنا ظبطناه في الاول، اللي هو فيرتيكال ريزولوشن 1080 في 1920، ممتاز. بعد كده الكواليتي، الجوده بتاعت الفيديو بتاعتي بالنسبه لي هنا اوتوماتيك اللي هي البيست، اعلى كواليتي ممكن تطلعها من البرنامج، تمام. عايز تقللها شويه عشان تقلل حجم الفيديو بتاعك، براحتك عادي جدا لو الجوده مناسبه بالنسبه لك. عايز تخليها اعلى كواليتي، تمام. في برضو اللي هي ريستريكتد تو ديت، اللي هي دي لو انت جاي من بريمير مثلا او اي برنامج مونتاج تاني، اسمها البيت ريت، انت عايز البيت ريت بتاعك كام. فلو انت عايز تشتغل بالبيت ريت على طول، تمام. عايز تشتغل بحاجه
حاجه يعني خليك في السهل منه اوتوماتيك على طول، اللي هي الكواليتي بتاعتك بيست تمام. وبس كده، هو ده اللي انت محتاج تعدله. اهم حاجه الكودك بتاعك والفورمات والمكان بتاعتك والكواليتي بتاعتك، بس هو ده الحاجات اللي انت محتاج تخلصها او تظبطها في الحته دي. بعد كده بنيجي على اختيار اد تو ريندر كيو، بندوس عليه كده بنلاقي الفيديو بتاعنا اتحط فيه الريندر كيو، اللي هو المكان اللي بيبدا يرندر فيه الفيديوهات. فهو هنا مش بيرندر على طول، انت ممكن ترندر اكتر من فيديو مره واحده، فعشان كده هو بيحطهم لك في بوكس كده، يبقى مجهزهم لك. انت لو عايز تعمل تعديل في حاجه تانية او تعمل شورت تاني مثلا وتحطه في الريندر كيو وبعد كده ترندر كل مره واحده، يعني تسيب الجهاز يرندر وتروح تعمل حاجه مثلا وترجع له، فمضيف لك الاوبشن ده ان انت بتعمل الريندر كيو هنا. تمام. انا بالنسبه لي هنا هو فيديو واحد اللي احنا شغالين عليه، باجي تحت هنا كده بعد ما خلاص الدنيا تمام واقول له ريندر اول، بيبدا زي ما انت شايف كده يعمل الريندر بتاعه. وبس كده، مبروك عليك، انت عملت ريندر وعملت اول فيديو ليك على برنامج دافينشي ريزولف، البرنامج اللي ممكن يكون بيخوف ناس كتيره لانه ممكن يلخبط ناس كتيره ومختلف شويه عن برامج المونتاج اللي احنا نكون متعرفين عليها او اشتغلنا عليها قبل كده. والاهم زي ما شفنا كده ان هو برنامج مجاني، وطبعا مش هوصيك لايك للفيديو دوت، بيفرق جدا جدا في الدعم، بيشجعني جدا ان انا اكمل واعمل فيديوهات اكتر. وباذن الله الكورس المفصل لبرنامج دافينشي لو الفيديو دوت جاب 50,000 لايك بنسبة كبيرة هنزله بشكل مجاني على القناة على اليوتيوب بدل ما ينزل بشكل مدفوع وكده. لا، خلي الناس كلها تستفيد، بس شجعني عشان اقدر اكمل وانزله بشكل مجاني، وهيكون فيه تفاصيل اكتر. انا عايز اقول لك حاجات كتيره جدا، بس عشان احنا عايزين نعمله في فيديو واحد فمحتاجين نجمع اكتر الحاجات الاساسيه اللي احنا محتاجين نعرفها، مش عايزين نتعمق في تفاصيل كتيره دلوقتي تلخبطنا. كل دوت عايزين نغطيه بشكل مفصل في الكورس اللي هنعمله باذن الله. فدعواتك معايا وساعدني في نشر الفيديو دوت لاي حد ممكن يكون مهتم او هيستفيد من الكورس ده. وبس كده، اشترك في القناه بقى، يعني اشتراك وسبسكرايب والحاجات الحلوه الجميله بتاعتنا دي. يلا مستني اشوفك الفيديو اللي جاي. انا عمرو عطله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.